بيتم اعادة تجسيدها جوه لعبتها المفضلة، فبتقرر انها تبقى اقوى شريرة في العالم ده علشان تسيب بصمتها في التاريخ. فقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتحط اللايك بتاعك الجميل، ويلا بينا نبدأ الحكاية. وبنسمع واحدة بتقول الطيبة والتعاطف والعبط ده كلام فارغ ما بيأكلش عيش اليومين دول، والأهم منهم مليون مرة هو الانضباط. ونفسي أعرف بقى المفروض أعمل إيه تاني مع الناس اللي ما بتعرفش تلتزم بأي حاجة دي. واللي قالت الكلام ده تبقى اسمها إليسيا، ودي بقى الشريرة اللي في اللعبة، وبتكون اسم اللعبة أوتومي، وأكتر واحدة بعشقها في اللعبة كلها. وهي أيوة على طول بتعذب البطلة، بس أنا بحب شجاعتها جدا، وقدرت أسلوبها الوحش في الكلام مع الناس، وفي نفس الوقت برضه لسه بحب البطلة علشان كيوت كده ولذيذة. وأكاديمية السحر ما كانش حد بيدخلها غير الأغنياء، وبما إنها هي الوحيدة اللي عرفت تدخل وهي فقيرة ما حلتهاش حاجة. بس بصراحة هي بنت زي العسل وكلامها جميل، وعاملة زي الملايكة كده بالظبط، ووشها كله براءة، وبتحاول تلعب بمشاعر الأمير. وكل أصحابي بيقولوا إن نفسهم يبقوا زي البطلة علشان الناس تحبهم قوي زي ما بيحبوها. وإنما أنا بقى لو كان ينفع اتولد من الأول وجديد فهختار أكون أبقى الشريرة أصلي زي ما قلت لكم. وأنا بعشق إليسيا جدا وحموت وأبقى زيها. والبنت بتصحى من النوم وبتقول لنا أنا نسيت أعرفكم بنفسي، وأنا إليسيا وعندي 7 سنين وبقى أكبر بنت في عيلة ويليامز. وطبعا عيلتنا غنية جدا، واخواتي يبقوا المسارات اللي ممكن ندخل فيها جوه اللعبة. ولحد امبارح كان كله ماشي تمام وما كانتش شاكة في حاجة، بس ده باين عليه كده عالم اللعبة بجد. وبمعنى أصح أن اللي حصل كان نفسي فيه، واتولدت من جديد بشخصية شريرة، وطبعا مستحيل أضيع الفرصة دي، ولازم استغلها. فهشتغل على نفسي على قد ما أقدر لحد اما بقى أجمد شريرة في العالم ده كله، واسمي يتكتب في كتب التاريخ، والناس تفضل فاكراني طول العمر. وإليسيا بتطلع من أوضتها وهي بتجري، ولما بتلاقي مامتها وروز في وشها بتسلم عليهم وبتكمل جري. ومامتها بتتفاجئ بيها وبتقول غريبة يعني من امتى وهي بتصحى بدري أو كده. وروز بترد عليها هو ده بس اللي لفت نظرك؟ وشكلها كده فيها حاجة غلط، انت ما خدتيش بالك انها مش بس صحت بدري، لا دي كمان سلمت علينا. وإليسيا بتكلم نفسها خلاص انا من النهارده هبقى بنت تانية خالص، ومش هبقى إليسيا الطيبة بتاعت زمان اللي كان بيضحك عليها بكلمتين. ومادام انا عايزة اكون شريرة يبقى هبدأ من دلوقتي، علشان انا مش عايزة اضيع وقت اكتر من كده، وكفاية اللي راح. وإليسيا لما بتقف في الشباك بتشوف اخواتها واقفين تحت، فبتنزل لهم وبتنادي على البرت، فهو بيستغرب جدا وبيقول لها ايه ده؟ وإليسيا بنفسها صاحية بدري، غريبة دي، وهو انت سخنة ولا حاجة؟ فإليسيا بترد عليه مش وقت هزارك ده خالص، والمهم بس انا عايزاك تعلمني المبارزة وتعلمني انا كمان زي ما بتعلمه. فالبرت بيسألها طيب وايه اللي خلاكي عايزة تتعلمي المبارزة فجأة كده؟ وهو في حد ضايقك ولا ايه؟ فإليسيا بتقول له لا خالص مفيش الكلام ده، وكل الموضوع بس ان عايزة ابقى قوية واعرف ادافع عن نفسي. واخواتها الاتنين بيقولوا له ما تصدقهاش يا عم، ودي بتيجي تقول كلمتين دول كل مرة علشان نعلمها حاجة جديدة، وفي الاخر بتمل وبتبطل تدريب. وإليسيا بتقول له حتى انت يا هنري موافق على كلامه؟ وبقى بذمتك انا بعمل كده؟ فألم بيقول لها يا بنتي احنا عارفينك اكتر من نفسك، وراهنك انك عمرك ما هتتغيري. وإليسيا بتتضايق، فالبرت بيطبطب عليها وبيقول لها سيبك منهم، ودول بيهزروا معاكي، وانا يا ستي هعلمك بس، ولازم تبقي قوية علشان تعرفي تمسكي السيف وتتعاملي بيه، انما بالمنظر ده ممكن تتعوري. فعلشان تجمدي لازم تتمرني وتعملي 100 عدة بطن و50 ضغط كل يوم، والكلام ده هتعمليه لمدة اسبوع. ولو عرفتي تعملي كده بجد من غير ما تفوتي ولا يوم فهعلمك على طول من غير حتى ما افتح بوقي. فإليسيا بتتبسط وبترد عليه قشطة ماشي، مادام هتعلمني يبقى هعمل زي ما انت قلت بالظبط. والبرت بيقول لها بس ما تزعليش مني، انا حاسس انك مش هتقدري على كل التمارين اللي انا قلت لك عليها دي. فإليسيا بترد عليه ما تستخفش بيا او كده، وانت ما تعرفش انا ممكن اعمل ايه، وبعدين مش هقعد ابرر لك كتير، وانت هتشوف بنفسك لو كنت حاضر بجد ولا لا. فإليسيا بتمشي وبتكلم نفسها انا هعمل شويه تمارين اسخن بيها من بالليل، واول حاجه هبدا بيها دلوقتي هي ان اتعلم السحر، علشان في العالم ده الاغنياء بس هم اللي بيبقى عندهم طاقه كبيره تخليهم يعرفوا يستخدموا السحر زي ما هم عايزين. وفي انواع كتير من السحر، بس الانواع الاساسيه بقى اللي زي الظلام والنور والنار والرياح والميه، فالاغنياء اللي بيستعملوهم بيقولوا عليهم اغنى 5 عائلات في عالم السحر، وبيتعاملوا منهم للملك على طول من غير ما يكون في وسيط بينهم، ويعتبروا كده هم اللي شايلين كل حاجه على كتافهم. وعيلتنا تبقى واحده من ال5 عائلات دول، وهي اكتر واحده بتعرف تستخدم سحر الظلام. وانا حتى لو كنت وارثه الحاجات دي منهم فمش هعرف اعملها كويس غير لما اتدرب عليها الاول. ولسه بتدخل تدور في المكتبه على اي حاجه لها علاقه بالسحر، وبتفضل طالعه نازله، وفي الاخر ما بتلاقيش ولا كتاب سحر في المكتبه كلها. واخر ما بتزهق بتقول لنفسها يمكن انا مش عارفه الاقيه، علشان المكتبه واسعه جدا وانا صغيره وقصيره، فمش طايله ولا رف من الرفوف العاليه اللي فوق دي. وخلاص بقى مفيش قدامي غير ان اقعد اقرا شويه كتب عن النباتات
الستات بقى والكلام ده، واكيد دي حاجه هتنفعني قدام علشان السحر لوحده مش كفايه. فاليسيا بتقعد تقرا فيهم من الصبح بالليل، وشويه عن الاعشاب اللي بتخفف السخونيه وحبه عن الزهور اللي بتنور، وده غير بقى الاشجار اللي بتطير وحاجات تانية كتير. لما بتاخد بالها ان الوقت اتاخر جدا فبتتصدم وبتقول شكلي كده سرحت، وانا عماله اقرا في الكتب دي كلها، اصل ما فيش زيها في العالم القديم بتاعي واللي انا كنت عايشه فيه الاول. فبصراحه اتبسطت واتشدت ليهم قوي لدرجه ان انا مش مصدقه لحد دلوقتي اللي قدرت اقرا كل ده في يوم واحد. بس يا ترى اليسيا عندها موهبه جامده ولا ايه؟ ويا سلام بقى لو كل الكلام ده بجد، يبقى انا كده خلاص ضمنت مستقبلي. فاليسيا بتقعد تعمل تمرين الضغط اللي البرت قال لها عليه، وبتيجي يا عيني في العده ال50 وبتبقى خلاص بتطلع في الروح من كتر التعب، وبتكلم نفسها ده طلع صعب جدا، وشكل كده اليسيا دي ضعيفه ولا عندها عضلات تستحمل المجهود ده كله ولا اي حاجه. بس انا مش هستسلم مهما حصل، وده حلمي وهوصل له، يعني هوصل له. وبعد كده بتبدا تعمل تمرين البطن، وتاني يوم بعد ما بتخلص عداد الضغط اللي عليها بتقول التمرين ده كان هيموتني امبارح، بس النهارده كان احسن بكتير وحسيت اني ما تعبتش قوي. فهاخد بعضي بقى واروح على المكتبه بعد الفطار على طول علشان اكمل قرايه. واليسيا بتقضي الكام يوم دول ما بين التمارين الصبح والقرايه بالليل، وبتقول خلاص كده اخيرا الاسبوع عدى وانا بقى عندي معلومات بالهبل. ده غير اني بقيت بقدر اعمل 500 عدة بطن مش بس 100، وكمان معاهم 300 ضغط. فالمفروض كده البرت ما يبقاش عنده حجه وياخدني يعلمني. وهم قاعدين كلهم على السفره يفطروا سوا، باباها بيسالها مالك كده حاسس انك بقالك كام يوم متغيره وبقيتي بتصحي بدري ودي مش عوايدك، هو في حاجه حصلت انا مش عارفها ولا ايه؟ واليسيا بتقول له لا خالص مفيش حاجه، انا بس حبيت اظبط نومي. وهنري بيقول لها لا بجد، وامال بتروحي فين بقى اول لما بتصحي؟ وده انت من يوم ما اتولدتي واحنا بنشوفك بره اوضتك كده بالصدفه، ودلوقتي يعتبر ما بقيتيش بتقعدي فيها اصلا غير كل فين وفين. واليسيا بترد عليه وده بقى سر حاجه كده بيني وبين نفسي، وبتكلم نفسها شكلهم شاكين ان بعمل حاجه من وراهم، وانا مبسوطه جدا اني بقيت شريره بجد. وبعدين انا اصلا لو قلت لهم اني افتكرت حياتي القديمه مش هيصدقوني وهياخدوني على قد عقلي وخلاص. فمامتهم بتسال البرت هو انت برضه هتخرج النهارده؟ فهو بيقول لها ايوه بول هيعدي علينا وياخدنا نتمشى شويه في اكاديميه السحر. وبابا بيقول له الوقت عدى بسرعه جدا وانت بقى عندك 12 سنه، يعني خلاص كلها 3 سنين وتدخلها. فاليسيا بتكلم نفسها شكله كده مش هيدربني غير لما يرجع. واليسيا اول لما بتيجي الساعه 2 بتطلع بره وبتلاقي اخواتها واقفين مع صحابهم، وبتقول اللي شعره احمر ده يبقى ايريك من عائله هاتسون وبيستخدم سحر النار، وبشعر اصفر اسمه فين ومن عائله سميث وبيقدر يستخدم سحر النور. واللي هناك ده غيل من عائله ايفانز ليه في سحر الرياح. واللي جنبه يبقى كورتوس من عائله كنود وبيتعامل بالسحر الاخضر بس ملوش علاقه خالص بالعائلات الغنيه بتوع ال5 اصحار. وده بقى الامير دوك سايكر ابن الملك وما عندوش اخوات وبيستخدم سحر الميه. وفي اللعبه نهايته مع البطله بتكون نهايه حلوه قوي مش حزينه، وده اكتر واحد عجبني فيهم. بس انا ما عنديش وقت للحب والكلام ده، فحسيبه للبطله تشبع بيه مش مهم، وحلال عليها انا المفروض ابقى شريره وبس. واليسيا بتروح لهم وهم بيحبوها قوي وبيقعدوا يقولوا لالبرت البنوته الحلوه دي اكيد اختك الصغننه. واليسيا بتكلم نفسها هم ايوه كويسين وكل حاجه، بس ما ينفعش ابقى عايزه اكون الشريره واسيبهم يقولوا عليا الكلام الحلو ده. وواحد منهم بيقول دي عكس ما اخواتها وصفوها خالص، ودي طلعت بنت مؤدبه واسلوبها جميل. ودوك بيسال هنري هو مش انت وان كنتوا قايلين انكم هتورونا مهاراتكم بالسيف؟ والكلام صح برضه ولا انا متهيالي؟ فهنري بيتردد وبيقول له ياه، واخدت الكلمه من على لساني وانا كنت لسه هقول لالين يلا بينا نبدا. واليسيا بتقول لهم لو كنتوا هتتدربوا بالسيف يبقى علموني بالمره، وانا كده كده واقفه معاكم اهو. بعدين يا البرت لو كنت ناسي فانا افكرك انت من اسبوع وعدتني انك هتعلمني صح مش كده؟ فالبرت بيرد عليها ايوه فاكر، بس الكلام ده لو كنت عملتي تمرين البطن والضغط كل يوم. فاليسيا بتقول له طيب ما انا عملت كده واعمل لك تاني وانت مش عايز تعلمني ولا ايه؟ فالبرت بياخدها على قد عقلها وبيقول لها تمام ماشي، وبيخلي الان هو اللي بيبدا الاول. فاليسيا بتتعصب وبتروح تاخد منه السيف بتاعه وبتوقع تفاحه من على الشجره وبتقسمها نصين في الهواء، وبتقول له انا قلت لك قبل كده بلاش تستخف بيا. فالبرت بيقول لها طيب حقك عليا خلاص هعلمك. ودوك بيتبسط بيها قوي. واليسيا بتحكي انا بقى عندي 8 سنين واخويا فضل يعلمني سنه بحالها، بس لحد دلوقتي ما بيدربنيش غير اني ازاي اقعد احرك السيف يمين وشمال وخلاص. وقال لي ان التدريب هيبقى ملهوش اي لازمه لو كنت ما بعرفش امسك السيف لوقت طويل، وانا بس لو ما كنتش عايزه ابقى شريره كنت كسرت السيف ده نصين وخلصت منه. ومن الزهق اللي انا فيه ده طول السنه دي دوك كان بيجي بيتنا على طول، وكنت بحس انه بيتفرج عليا وانا بتدرب. وفي مره دوك وقفها وسالها هو انت كده خلصتي تدريب النهارده؟ فاليسيا بتقول له لا انا بس هرتاح شويه وارجع اكمل تاني. ودوك بيسالها هو انت ليه بتيجي على نفسك او كده؟ علشان تتعلمي المبارزه. فاليسيا بتتردد وبعدين بتقول له اصلا انا عايزه ابقى جامده واقدر ادافع عن نفسي. فدوك بيطبطب على شعرها فهي بتتكسف منه. واول لما البرت بيجي بتاخد بعضها وبتمشي على طول. والبرت بيساله هو انت ليه بقيت بتيجي تزورنا كل شويه؟ وانا الاول كنت فاكر انك بتيجي بس علشان الكتب، وهو انت ممكن تكون؟ فدوك بيبص على اليسيا وبيقول انا كمان بجد نفسي اعرف ليه بقيت باجي هنا على طول. والكبار
الكبار بتوع ال5 عائلات بيقعدوا سوا بيتكلموا مع بعض في حاجات ليها علاقه بقريه لوانا علشان احوالها بتبوظ وكل سنه بتبقى اوحش من اللي قبلها. وبعد ما بيخلصوا استراحه ابو فين بيقول لارنولد وابو اليسيا ان فينا عايز يبعت دعوه ليها ويخليها تيجي عندهم البيت. فارنولد بيرد عليه ايوه ما انا عرفت وقلت لها تحترم نفسها وما تقومش من مكانها طول ما هي هناك علشان ما تعملش مشاكل وكده، ودي بنتي وانا عارفها. فابو ايريك بيقول له انا ابني حكى لي عنها وقال لي انها بنت كويسه جدا، وابو غيل بيقول له انا كمان برضو ابني قال لي نفس الكلام. فارنولد بيقول لهم دي كانت انانيه جدا، بس من حوالي سنه كده بدات تقضي يومها كله في المكتبه وسط الكتب والقرايه، ولحد دلوقتي هموت واعرف السبب اللي خلاها تتغير فجاه كده. واليسيا واخواتها بيروحوا لفين، واول لما بيفتح لها الباب بتلاقي بقى اصحاب اخواتها قاعدين جوه، فبتسلم عليهم وبتسال نفسها هما بيعملوا ايه هنا دول. واليسيا بتلاقي خريطه فبتكلم نفسها اليسيا في اخر اللعبه اتنفت وراحت بلاد اجنبيه، وفجاه الملك بيدخل فهي بتستغرب وبعدين بتسلم عليه. فالملك بيقول لها انا سمعت عنك وكنت حابب اتكلم معاكي شويه، فخلينا ادخل في الموضوع على طول. وهو انت ايه رايك في احوال دوريكس المملكه بتاعتنا دلوقتي؟ فاليسيا بتتصدم وبتسال نفسها هو ازاي يتكلم في حاجه ليها علاقه بالسياسه مع عيله عندها 8 سنين الملك الغريب ده، ويا ترى ممكن يكون قاصد يختبرني؟ واليسيا بتقول له دوريكس جامده وكل حاجه بس ما ينفعش نعتبرها ام كويسه علشان مع ان اقتصادها قوي جدا بس مش ملكها، بالعكس ده 3/4 الفلوس والحاجات بتاعتها في ايد الاغنياء وهم اللي بيتحكموا فيها على مزاجهم. وقريه لوانا كلها ناس غلبانه قوي لدرجه انهم ساعات ما بيلاقوش ثمن رغيف العيش. والملك بيسالها طيب وهتحلي المشكله دي ازاي؟ فاليسيا بتقول له احنا ممكن نستخدم كالفيريا وهم عندهم مناجم ذهب كتير اكيد هتنفعنا. فالملك بيرد عليها بس الافال هي اللي بتحكمها وتفتكري ممكن ناخدهم منهم بالسهوله دي؟ فاليسيا بتقول له لا بس احنا ممكن نمولهم ونعيشهم احلى عيشه في مقابل اننا ناخد منهم المناجم دي. فاليسيا بتكلم نفسها احلى حاجه في البطله الثانيه انها بتستغل الناس دايما علشان تكسب هي، وانا لو فضلت ماشيه على الطريقه دي هبقى اقوى شريره في العالم كله. والملك بيقول لها عجبني الكلام معاكي قوي النهارده. فاليسيا بترد عليه شكرا ده شرف ليا. ودوك بيروح يسالها مالك هو انت كنت متوتره ولا ايه؟ فاليسيا بتقول له لا خالص انا زي الفل. ولما تبص لعينه بتكلم نفسها ده كل مره بيحلو اكتر عن المره اللي قبلها. وابو فين بيقول للملك احنا لقينا الورده الذهبيه اللي كنا بندور عليها. فالملك بيرد عليه تمام ماشي وبيمشوا هما الاثنين. واليسيا بتقعد تاكل معاهم حاجات حلوه وقبل ما تمشي دوك بيديها هديه وبيقول لها دي علشانك انا عارف ان عيد ميلادك عدى بس كل سنه وانت طيبه. واليسيا بتشكره وبتاخدها واول لما بتشوفها بتلاقيها سلسله الماس حلوه فبتعجبها. وبعد ما بيمشي بتقول الالماس في العالم ده اغلى بكتير جدا من العالم القديم بتاعي وطيب هو ليه اداها لي؟ والملك بيسال كبار الاربع عائلات وهي الورده دي مع مين دلوقتي؟ فواحد منهم بيقول له دي مع حبار في مدينه القلعه. واول لما بنته الوحيده اتولدت الزهره النادره دي طلعت فاخدها واحتفظ بيها. والملك بيرد عليه ايوه سمعت عنها دي البنت اللي هتنضم لحاكم المملكه علشان تحاول تنقذ العالم. وابو ايريك بيقول له اول لما يتولد الشخص اللي هيتحكم في كل حاجه ليها علاقه بالمملكه ففي ورده مميزه هتطلع وتاكدنا من الكلام ده. بعد ما طلعت الورقه الزرقاء والملك بيرد عليهم تمام ويعني احنا كده بقى عندنا 2 دوك بيحكم الورده الزرقاء والبنت دي بتحكم الورده الذهبي ولو هما الاتنين بقوا مع بعض اكيد المملكه هتتظبط والدنيا هتحلو بس علشان ده يحصل هندفع ثمن غالي جدا. واليسيا بتكلم نفسها استنوا بس عليا وشوفوا الشريره اللي بجد هتبقى عامله ازاي. ودوك بيبقى قاعد عمال يقرا في كتاب وبيقول لميل اطلعي فاكراني مش هاخد بالي انك هنا؟ فميل بترد عليه برضو كشفتني زي كل مره ومش عارفه بجد المفروض اعمل ايه تاني يعني علشان اعرف استخبى منك. فدوك بيقول لها احكي لي بقى عملتي ايه بالظبط؟ فميل بترد عليه رحت بلغت الشخص اللي انت قلت لي عليه بالطلب بتاعك بس يا ترى الحوار ده هيبقى ليه لازمه في الاخر ولا هيطلع اي كلام؟ فدوك بيقول لها على حسب بقى لسه هنعرف احنا وحظنا. فاليسيا بتمسك خريطه في المكتبه وبتكلم نفسها وانا ممكن نروح قريه لوانا من ناحيه الغابه اللي ورا القصر والملك كان قايل لي ان الناس اللي هناك غلابه قوي ومش لاقيين حتى حاجه ياكلوها ودي اصلا معلومه كانت موجوده في الكتب فلازم الشريره اللي زي تروح وتشوف كل حاجه بعينيها وما ينفعش اصدق اي كلام يتقال لي كده وخلاص. بس بابا مستحيل يسيبني اروح حته بعيده زي دي لوحدي وهيقعد يقول لي لا واصلي خايف عليكي وبتاع فانا هريح دماغي من الاول احسن وهتسحب بالليل مع نفسي من غير ما حد يحس بيا. فاليسيا بتنزل بالليل لوحدها وبتدخل الغابه وهي في ايديها فانوس علشان ينور لها الطريق وفجاه بتسمع صوت حاجه وراها فبتنط من كتر الخوف وبعدين بتقول لنفسها لا اجمدي كده وانا شريره ولو حد عرف اني بخاف من خيالي بالمنظر ده هيضحك عليا ويمسكني تريقه من هنا للصبح واصلا دي غابه عاديه يعني هخاف من ايه؟ وبعد ما بتمشي شويه بتقول ان قريه لوانا عليها حاجز سحري وعاملينه مخصوص علشان الحراميه والمجرمين ما يعرفوش يخرجوا منها بس متهيالي بما ان عندي مهارات ليها علاقه بالسحر وكده فانا ممكن اعدي منه صح وشكل كده هو ده الحاجز. فاليسيا بتعدي وبتوصل لقريه لوانا وبتقول القرف ده بجد ايه الريحه المعفنه دي؟ والقريه بتبقى مليانه زباله مرميه في كل حته والناس نايمين في الشارع وحالتهم صعبه قوي تصعب على الكافر. فاليسيا بتقرب جنب واحد من اللي نايمين وبتقول كويس
كويس انهم لسه عايشين ومحدش منهم اغمى عليه بعد كل اللي هم فيه ده، ودول يا عيني باين عليهم غلابه بجد وما عندهمش ولا حته يناموا فيها، وانا ما كنتش اعرف ان حالتهم وحشه قوي كده. فاليسيا بتسمع صوت حد فبتطفي الفانوس وبتكلم نفسها يا لهوي عليا، ودول لو عرفوا ان بنت ناس غنيه هيموتوني ويطلعوا عيني، ما انا بالنسبه لهم بنام على ريش نعام وعايشه احلى عيشه وسايباهم انا واهلي من غير لقمه ياكلوها، فاكيد هينتقموا مني. واعمل ايه انا دلوقتي؟ عمال انفخ في نفسي من الصبح واقول شريره شريره، وادينا هموت اهو. الحظ المهبب ده. وفي راجل بيحط ايده عليها فبتخاف وبتبعد عنه بسرعه، وبتتفاجئ لما بتلاقيه مغمض وبتكلم نفسها وهو مال الراجل ده عينه مغمضه كده ليه؟ وبعدين شافني ازاي اصلا وهو عامل كده؟ وبتطلع السيف بتاعها. فالراجل بيقول لها اهدي بالراحه ومفيش حاجه تستاهل انك تخافي او كده، وبعدين ما يصحش ترفعي سيفك عليا علشان لو عملتي كده هنا من غير ما تحسبي حساب لحد هتلفتي نظرهم وهتخليهم يجوا لحد عندك ويعرفوا شغلهم معاكي، وانت غريبه مش من هنا صح؟ ومن غير ما تجاوبي باين عليكي. وايه بقى اللي مخليكي تيجي حته زي دي لوحدك بالليل كده؟ فاليسيا بتقول له انا كنت عايزه اجي اشوف كل حاجه بعينيا علشان مش كل من هب ودب بيجي يحكي لي حكايه عن القريه دي واصدقها على عمايه كده وخلاص. فقلت انا لازم اجي اتاكد بنفسي واشوف الدنيا هنا عامله ازاي. فالراجل بيقول لها طيب تعالي معايا. فاليسيا بتمشي وراه فبياخدها وبيقعدوا سوا هما الاثنين، وبيقول لها دلوقتي بقى يا ريت تقولي لي انت عايزه تعرفي ايه بالظبط. فاليسيا بترد عليه معلش في السؤال يعني، بس هو انت مين اصلا؟ فالراجل بيقول لها انا اسمي ويل وبس يا بنت الناس الاغنياء، واكيد طبعا انتوا على قلبكم فلوس كده مش عارفين تودوها فين. فاليسيا بتتفاجئ وبتساله ايه ده وهو انت عرفت ازاي ان غنيه؟ ومعلش في الكلمه يعني انت ما بتشوفش وكده، وانا اسفه بجد ما تزعلش. فويل بيقول لها لا ولا يهمك، وانا ايوه اعمى زي ما انت قلتي بس بعرف احدد كويس حاجات كتيره قوي من غير ما اشوفها، زي الاصوات مثلا لو هنتكلم عليكي فانا اخدت بالي ان صوت دبه رجلك اليمين غير الشمال، وده معناه انك ما كنتيش متزنه، فاكيد ماسكه في ايد من ايديكي سيف. ولما حسيت ان هدومك خفيفه عرفت انك بنت، وحته بقى اني عرفت انك غنيه وكده فدي ما فيش اسهل منها، اصل ريحتك بنت نضيفه قوي مش زي الناس اللي هنا خالص. والصراحه بما انك عرفتي تعدي من الحاجز فانت اكيد كده بنت غنيه وعندك مهارات سحر قويه. وايام لما كنت لسه بشوف كان في حواليا ناس كتيره قوي زيك طول اليوم، فحسيت انك مش غريبه يعني. فاليسيا بتساله ايه ده وهو انت كنت غني زيي؟ فويل بيقول لها انا كنت شغال زمان في القلعه، بس في يوم من الايام وقفت في وش واحد اعلى مني بكتير فعاقبني بطريقه وحشه قوي وزعلني على عينيا ونفاني للقريه المعفنه دي. فاليسيا بترد عليه وليه يعني وهو انت كنت قلت لي ويل كل ده؟ فويل بيقول لها انت عماله تاخدي وتدي معايا في الكلام من بدري وما قلتليش صح هو انت اسمك ايه؟ فهي بترد عليه انا اسمي اليسيا وكمل لي بقى حكايتك. فويل بيقول لها عارفه احنا لسه بندرس التاريخ علشان نعمل لنفسنا مستقبل كويس، ومهما كان اللي بنتعلمه من الكتب قد ايه فملهوش لازمه ما دام مش بتحاولي تستخدميه وتظبطي بالمستقبل. فاليسيا بتكلم نفسها انا مش قادره استوعب ازاي راجل جامد قوي زي ده يتنفى من القلعه بالسهوله دي، لا وكمان يدمروا له عينه، حرام عليهم بجد وهو ما يستاهلش كل ده. وبتساله هو انت بتكره الناس الاغنياء؟ فويل بيقول لها هكدب عليكي لو قلت اني مش بكرههم، بس عارف ان اكيد هيجي يوم وحد هيفهم انا ليه عملت كده ساعتها، وانا حكيت لك حاجات كتيره قوي عني، ما تحكي لي انت كمان شويه وقولي لي ايه اللي خلاكي تيجي بنفسك لحد هنا وتشوفي المكان ده. فاليسيا بتقول انا ما حسيتش بنفسي وفجاه لقيت نفسي بحكي له عن كل حاجه، حتى حلمي ان نفسي ابقى شريره وكده عرفته له وباين عليه طيب قوي. فاليسيا بتقول له سلام بقى دلوقتي انا لازم اروح بس اكيد هرجع تاني هنا. فويل بيرد عليها لا بلاش تيجي والجو هنا مش حلو واكيد مش هيبقى مناسب ليك، واقعدي في بيتك احسن امان بدل ما بعد الشر عليكي يحصل لك اي حاجه. فاليسيا بتقول له ما تحاولش معايا مش هتعرف توقفني، وانا دماغي ناشفه قوي وما دام قررت اعمل حاجه يبقى اكيد هنفذها مهما كانت خطر او الكلام ده، فعادي مش فارقه معايا. وبتكلم نفسها انا مستحيل اسيبه ده ما فيش زيه في اي حته. فويل بيطبطب عليها وبيقول لها خلاص ما دام مصره قوي كده يبقى تعالي عادي بس بالليل زي دلوقتي. فاليسيا بتعدي من الحاجز وبتروح بيتها، وبعد سنه اليسيا بتطلع تاني من الحاجز وبتحكي انا كده بقالي 5 سنين عماله اقرا في الكتب كل يوم، وخليت البرت يعلمني المبارزه زي ما وعدني، وكنت على طول بتدرب معاه هو واخواتي، وطبعا ما نسيتش جد ويل وكنت على طول بروح اطمن عليه ونقعد نتكلم سوا مع بعض. واول لما البرت بقى عنده 15 سنه راح دخل اكاديميه السحر اللي فيها احداث اللعبه، ومتاكده ان الامير دوك قابل البطله من فتره ويمكن يكونوا حبوا بعض كمان، وانا مش قادره استنى اكتر من كده بجد، نفسي ادخل معاهم واتعامل على اني الشريره اللي فيهم. فايريك بيروح يسالها ايه رايك تحب تروح المدينه النهارده؟ فاليسيا بتفرح وبتقول له ايوه طبعا يلا بينا. وهنري بيكون واقف معاهم وبيقول لهم استنى هنا منك ليه وما فيش الكلام ده انتوا بتستهبلوا ولا ايه وعايزين تروحوا لوحدكم ورجلي على رجلكم في اي حته؟ فايريك بيساله هو ايلين كمان هيجي معانا؟ فهنري بيقول له لا وهو مطول شويه في المذاكره النهارده علشان وراه حاجات كتير. واول لما بيوصلوا ايريك بيسالها هي في حتت معينه نفسك تروحيها؟ فاليسيا بتفكر وما بتعرفش هي عايزه تعمل ايه بالظبط. فايريك بيقول لها خلاص تعالي ندخل المحل ده واللي ماسكه يبقى الواد بول صاحبي. وبول بيفرح قوي لما بيشوف ايريك وهنري وبيسالهم هي مين البنوته
البنوته الصغيره اللي معاكوا دي. فهي بتعرفه بنفسها ان اليسيا، وبول بيقول لها بصي ده المحل بتاعي وببيع فيه ورود الوان واشكال اكيد هيعجبوكي، واكترها اعشاب طبيه وبنستخدمها في العلاجات بقى والحاجات دي، وعيلتي متخصصه في السحر الاخضر. فاليسيا بتساله هو انت كمان غني؟ فبول بيقول لها ما تاخديش في بالك، وانا يا دوب غني شويه بس كده اكيد مش زيكم، وشوفي الازهار دي جامده قوي بتعالج امراض كتيره، وكان حظي حلو بجد علشان البيئه اللي انا اتولدت فيها سهلت عليا دراسه الحاجات دي، وانا حبيت اتعلم علشان احاول اساعد الناس على قد ما اقدر. واليسيا بتكلم نفسها ده بالظبط زي اللي ويل قال عليه، واننا نستخدم اللي بنتعلمه في حاجات تنفعنا بعدين. وبول بيقول لها يعني عندك الزهره دي مثلا؟ فاليسيا بتتفاجئ وبتقول ايه ده، دي جوزيا ومعلقه واحده من المستخلص بتاعها يقدر يعالج السخونيه في ثانيه، والزهره دي غاليه قوي ما ينفعش تتقدر بالفلوس، واكنها زي باقي الحاجات كده وخلاص. فبول بيرد عليها شكلك بتحب تقري كتير قوي، وهو انت ليكي في النباتات؟ فاليسيا بتتباهى بنفسها وبتقول له دي يا دوب حاجه بسيطه كده، واللي ما يعرفش المعلومات دي يبقى فايته كتير قوي. وبتكلم نفسها ايوه كده اخيرا طلعت الشريره اللي جوايا، وانا بتكلم قدامهم مرضيش اقول لهم ان بقالي 5 سنين بقرا علشان اوصل للمعلومات دي، وكان لازم اتعامل اكنها حاجه عاديه خالص علشان هي دي طريقه اللي البطله بتتباهى بيها بنفسها. وبول بيضحك فاليسيا بتتحرك شويه وبتكلم نفسها شكلي كده لسه ما بعرفش اتصرف على اني شريره عدل لحد دلوقتي. فبول بيقول لها انت باين عليكي ذكيه قوي وما تفكرش كتير يا ايريك، وخد الخطوه دي بسرعه وما تضيعهاش من ايدك علشان اكيد في ناس ثانيه هينافسوك قريب. فهنري بيتضايق وبيقول له مين ده؟ وانت اكيد بتهزر، انا مستحيل اديله اختي ابدا. وبعد ما بيرجعوا البرت بيقول لهم رحتوا انتوا الثلاثه المدينه سوا؟ وطيب يا ترى اتبسطتي معاهم يا اليسيا ولا رخموا عليكي؟ فاليسيا بتقول له لا دي كانت فسحه حلوه قوي وكانت عايزاك يا ريتك جيت معانا. فكوريتس بيقول لايريك ايوه يا ابن المحظوظه ويا بختك خرجت مع اليسيا ولفيتوا سوا، ايوه يا عم لعبه معاك. فدوك بيصغر لايريك جامد قوي، فايريك بيقلق منه وبيقول له في ايه يا عم انت مالك بتبص لي كده ليه؟ فكورتس بيقول لها خلاص بقى يبقى المره اللي جايه تخرجي معايا انا، ويا ترى في مكان معين تحب تروحيه او اي حاجه نفسك تعمليها؟ فاليسيا بتفكر وبترد عليه انا عايزه بارد شويه بالصيف. فالبرتي بيقول لها انت لسه يا دوب حته عيله عندك 10 سنين وفوق ده كمان بنت مش ولد، يعني احسن لك تشيل الموضوع ده من دماغك خالص. فاليسيا بترد عليه وفيها ايه يعني 10 سنين وما انتوا كمان نجحتوا في الاختبار ده لما كنتوا قدي، ومفيش قانون بيمنع البنات انها تدخل الاختبار ده، ففين المشكله بقى انا مش فاهمه. فالبرتي بيقول لها احنا قلنا لا يعني لا، ولو قعدتي تتنططي من هنا لبكره مش هنوافق، فما تنكديش لا علينا ولا على نفسك وخلي يومك يعدي النهارده ومش كل شويه هنتخانق على الحوار ده. فاليسيا بترد عليه خلاص لو هتفضلوا مصرين على كلامكم يبقى تديني سبب مقنع. فالبرتي بيزعق لها وبيقول لها خلاص بقى كفايه، وبعدين بيروح يتاسف لها وبيطبطب عليها، بس اليسيا بتبعد ايده وبتقول له انا مش هرجع في كلامي علشان انتوا عايزيني اعمل كده وخلاص، وانا مش لعبه في ايديكم. وبعد ما بتمشي بتكلم نفسها حلوه قوي الرد الجامد ده، وعجبني كان باين عليا اني شريره بجد. وتاني يوم اليسيا بتسمع البرت وباباها بيتكلموا في الاوضه، وانهم مش هينفع يقولوا لها السبب الحقيقي اللي مخليهم يرفضوا. فبتفتح عليهم الباب وبتسالهم هو ايه السبب ده؟ فباباها بيقول لها انا بعمل كده علشان مصلحتك ومن حقي اقلق عليكي صح مش كده؟ فاليسيا بتزعل. فباباها بيقول لها بصي اوعدك ان لما يبقى عندك 15 سنه وتدخلي اكاديميه السحر هفكر في الموضوع ده تاني ونشوف هنعمل ايه. فاليسيا بترد عليه طيب ماشي ده وعد، ويعني خلاص مش هينفع ترجع في كلامك. وبعد ما بتمشي باباها بيقول لالبرت انا عارف اني بعمل كده علشان تبطل كلام في الموضوع ده شويه، بس انا شفت مهاراتها بالسيف دي بتعرف تتعامل بيه كويس قوي، واكنها مش عيله صغيره ولا حاجه، ولو سبتها تدخل الاختبار في ناس كتيره هتاخد بالها منها، ودول طبعا فيهم الحلو والوحش. فالبرت بيرد عليه بس اكيد ال5 عائلات عارفين باللي حصل، وساعتها فانا شايف اننا مش هنقدر نخبي الموضوع ده اكتر من كده. فبابا بيقول له دي لسه عيله صغيره وانا عايزها تعيش طفولتها وتستمتع بيها. فاليسيا بتقرر تزور ويل، وبتبقى اول مره تروح قريه لوانا الصبح، واما بتوصل بتلاقي 2 عمالين يضربوا في بعض، وفي ناس كمان بتضرب العيال الصغيره. فبتكلم نفسها هي دي بقى لوانا على حقيقتها، وانا ما كنتش بشوف الحاجات دي لما كنت باجي بالليل. واللي بيسالها هو انت ايه اللي جابك هنا في الوقت ده؟ وحتى لو كان الولد بيتضرب فانت كمان لسه صغيره وهتعملي له ايه يعني؟ وهما الاتنين بياخدوا الولد ده البيت ويل علشان يعالجوه، وبيقول لها انا بجيب العيال اعلمهم الكتابه والحساب، وده اسمه جيل يتيم ملوش حد في الدنيا دي، ومع انه لسه عنده 6 سنين بس بجد ذكي قوي وما يستاهلش كل اللي بيحصل في ده. فاليسيا بتكلم نفسها انا عايزه اساعدهم بس ده مش من طبع الشريره، المفروض ما تبقاش حابه تعمل كده، وانا متاكده ان البطله هتنقذهم، واللي مضايقني انها هتقدر تعمل حاجه انا ما ينفعش اعملها. فاليسيا بتروح لبول وبتساله هو انت ينفع تديني زهره الجوزيه بتاعتك؟ فبول بيساله هو انت عايزاها ليه؟ بس لما بيلاقيها متردده بيديها لها وبيقول لها حطيها في ميه وخلي اللي عنده سخونيه يشربها وما بيرضاش ياخد منها فلوس. فاليسيا بتروح تديها الجل علشان يخف، وبتقول لويل انا خلاص كده بقى هبقى شريره من هنا ورايح. فويل ما بيبقاش مصدق ان ممكن واحده في طيبه قلبها تكون شريره خالص. فاليسيا بتروح المكتبه علشان تتعلم السحر، وفجاه في قسم في المكتبه بيظهر مره واحده، فهي بتستغرب، ولما بتشوف الكتب اللي فيه بتلاقيهم عن السحر.
السحر، فبتقعد تقرا فيه وبتتبسط قوي لما بتعرف ترفع كتاب من على الارض بالسحر اللي اتعلمته، وبتتدرب عليه كتير قوي لحد ما بقت بتعرف تحرك المكتبه كلها من غير ما تلمس اي حاجه فيها. وبعدين بتتعب من كتر السهر فبتقرر تريح شويه، بس باباها بيقول لها ان الملك عايزها. فاليسيا بتقول كده عدى سنتين من اخر مره قعدت فيها مع الملك، فالملك بيسالها ايه رايك في المملكه، فهي بتقول له يعني مش قوي، اصل الاغنياء بيعملوا كل حاجه هم عايزينها والفقراء ما بيلاقوش حتى ياكلوا، والسحر معمول بس للاغنياء. وكتر التفكير في الموضوع ده بيجيب له صداع الصراحه. فالملك بيسالها يعني انت كده مش فارق معاك انك تتساوي مع الفقراء دول؟ فاليسيا بتقول له ايوه عادي، وانا اتولدت في عيله غنيه علشان كده عايشه بالطريقه دي، انما في ناس موهوبه اكتر مني تستحق مكان. فالملك بيفرح بكلامها، وبعد ما بتطلع بيغمى عليها ودوكي بيوديها اوضتها وبيفضل قاعد جنبها لحد ما بتفوق، وبتكون تعبانه قوي لدرجه انها ما بتقدرش حتى تشرب الدواء. واليسيا بتفوق وبتكلم نفسها انا حاسه اني بقيت كويسه قوي، وشكل كده الدواء اللي الامير دوكا عطوهوني جاب معايا نتيجه، بس في حاجه اهم دلوقتي المفروض افكر فيها بما اني شريره بقى وكده، وهي البطله طبعا من غيرها، فهاخد بعضي واروح اكاديميه السحر علشان اشوف كل حاجه بعيني. واليسيا بتمشي على اساس انها رايحه للاكاديميه، بس فجاه بتقف وبتقول هو انا باين عليا كده تهت ولا ايه؟ والكليه دي كبيره قوي وواسعه قوي، واليسيا بتستخبى وسط الشجر وبتشوف اتنين واقفين في الجنينه، فبتكلم نفسها انا عايزه اروح اسال اي حد وازاي اوصل للمبنى اللي بيدرسوا فيه ده. وفي بنت بتيجي من وراها وبتقول لها مالك، هو انت بتدوري على حاجه ولا ايه؟ فاليسيا بتتردد وما بتعرفش ترد عليها. فالبنت بتقول لها نسيت اعرفك بنفسي، انا ابا ليس كاسر. فاليسيا بتكلم نفسها ايه كاسر ده؟ وانا عمري ما سمعت اللقب ده قبل كده. فليس بتقول لها انا مش غنيه، انا بنت عاديه زي باقي الناس، وعيلتي عندها مخبز حلو قوي في المدينه ولو شفتيه اكيد هيعجبك. فاليسيا بتستغرب وبتسال نفسها ازاي يعني بنت عاديه ويدخلوها اكاديميه السحر كده عادي، وانا اللي اعرفه انها معموله للاغنياء وبس. وافتكرت يبقى هي دي البطله، وانا ما عرفتهاش علشان لا اسمها ولا شكلها كانوا باينين في اللعبه. فليس بتقول لها انا ما تعرفتش عليكي، وهو انت بقى اسمك ايه؟ فهي بترد عليها انا اليسيا ويليامز، وبتمد لها ايديها. فليس بتتبسط وبتسلم عليها، وبعدين بتقول لها يا ترى بقى عايزه تروحي فين؟ فاليسيا بترد عليها بصراحه كنت عايزه اروح المكان اللي بيدرسوا فيه ده، بس تهت. وليس بتقول لها ولا يهمك يا قمر، وبص المبنى من الناحيه دي وتعالي انا هوديكي بدل ما توهي تاني. فاليسيا بتكلم نفسها دي طلعت بنت جميله قوي، وانا الشريره يعني لازم اعرفها مقامها، بس ما يتهيأليش هقدر احرجها واقول لها حاجه زي دي. وحظها كان حلو واخدت منحه علشان تيجي تدرس في الاكاديميه دي، وبصراحه مش خساره فيها، هي تستحقها. وانا متاكده ان 3/4 الناس اللي هنا بيتريقوا عليها في الرايحه والجايه علشان شايفينها اقل منهم، وبالرغم من انها فقيره بس احسن مني بكتير قوي، وانا مستحيل اسمح لها تبقى كده على طول، ومش هستسلم وهشتغل على نفسي على قد ما اقدر لحد ما يجي يوم واتساوى معاها. فليس بتفكر وبتقول هي مش عيله ويليامز دي تبقى، وفي 3 بنات بيجوا ينادوا على ليز. فهي بتقول لهم بصوا البنوته الصغننه دي انا لقيتها كانت تايهه وانا. فليس بتبص حواليها ما بتلاقيش اليسيا، فبتستغرب وما بتبقاش فاهمه حاجه. فاليسيا بتستخبى ورا عمود وبتكلم نفسها ياه وكويس لحقت نفسي في اخر لحظه قبل ما باقي الابطال دول ما يشوفوني، وكده البطله ساعدتني وبقى ليها عندي واحده، وانا بجد شريره فاشله قوي القرف اللي انا فيه ده. فاليسيا بتبص عليهم وبتلاقي قدامها الامير دوك. فليس بتروح تقف معاه وبتقول له شفت، ومش انا لقيت هنا من شويه بنوته صغيره وفكرتها تايهه فمشيت معاها علشان اوصلها، وفجاه اختفت اكنها فص وملح وداب. فقعدت انادي عليها كتير بس معرفش بقى راحت فين. وبعدين بتقول له انا بفكر اعمل حفله شاي بعد ما نخلص دروسنا النهارده، وتحب تيجي ولا وراك حاجه مش هتقدر؟ فاليسيا بتكون واقفه تتفرج عليهم من بعيد وبتكلم نفسها لو حصل معاهم نفس اللي حصل في اللعبه يبقى في الاخر هما الاثنين هيحبوا بعض، ومش عارفه بس يمكن عادي انهم يكونوا قريبين من بعض كده. فاليسيا بتروح تستخبى وسط الشجر لحد ما الحصص بتبدا، وبتقول حلوه قوي كده انا لو دخلت دلوقتي محدش هياخد باله مني، وبما اني هنا بقى يبقى لازم اتفرج على الاكاديميه من جوه. فاليسيا بتلاقي كتب كتيره وبتقول ايوه بقى ايه الجمال ده كله، وكل دي كتب هي دي اكاديميه السحر اللي على حق، ودول في عندهم كتب سحر بالهبل، ومش قادره استنى بجد نفسي ادخل اتعلم فيها دلوقتي انا كمان زيهم. وفي حاجه مكتوبه على اللوحه اللي هناك دي واما اروح اشوف عليها ايه. وفي بنت بتقول لاصحابها انا شفت بنوته صغيره قوي في اوضه المراجع، واحده منهم بترد عليها ازاي يعني عيله صغيره تدخل هنا وده مش يوم الزياره اصلا. فالبنت بتقول لهم عارفين الاسئله اللي بيعلقوها كل اسبوع على اللوحه اللي هناك شفتها بعيني وهي بتحلها بسرعه قوي. فصاحبتها بتتفاجئ وبتقول لهم ازاي بس، وده بيبقى سؤال صعب قوي ده احنا ممكن ما نعرفش نحلها. ومتهيالي سؤال الاسبوع ده بيقول ازاي ممكن نخلي لافال تحت حكم الدوله دي، ولو البنت اللي بتتكلمي عليها عرفت تحلها بجد يبقى اكيد بنت ناس غنيه ومتعلمه تعليم عالي قوي. والبنت بتقول لها ايوه عندك حق بس ما يتهياليش تعرف تحلها، ودي باين عليها عندها 10 سنين يعني لسه صغيره وتقريبا شعرها كان اسود. فالبرت بيكون قاعد معاهم هو ودوك وباقي الشله، واول لما بيسمع الكلام ده بيتصدم وبيقول احيه وهي ممكن تكون اللي في بالي بجد. ودوك بيرد عليه اكيد طبعا يعني من غيرها، وهي الوحيده اللي كان نفسها تيجي هنا. وبيروحوا كلهم لاوضه المراجع وبيلاقوا اليسيا كاتبه كلام كتير قوي ولسه بتكمل.
جامد، وكورتيس بيقرا هنبوظ اقتصاد لافال، واول لما يفتكروا هنروح نعمل نفسنا بنساعدهم وبعدين ناخد حقنا منهم تالت ومتلت. فكورتيس بيسال نفسه ازاي عيله عندها 10 سنين تقدر تفكر بالطريقه دي. فاليسيا بعد ما بتخلص بتبص على الاجابه وبتقول ايوه كده هو ده الرد اللي ينفع يطلع من شريره زيي. فاليسيا اول لما بتلف بتلاقيهم واقفين كلهم وراها، فالتباشيره بتقع من ايديها والبرت بيزعق لها جامد قوي. وبالليل وهم في البيت اليسيا بتتمشى وبتقول ما كانش ليه لزوم يعني يقعد يزعقلي ويبهدلني طول اليوم كده، وهو انا كنت عملت ايه لكل ده؟ وبعدين بتسمع ابوها متعصب وبيقول مختلفه ازاي يعني. فاليسيا بتروح تشوف في ايه وبتلاقي جوان ابو جيل بيقول لابوها انا ما اقصدش كده، انا قصدي بس المفروض تخلي بالك شويه، والبنت قدراتها مش طبيعيه وما ينفعش نخلي حد ياخد باله من الموضوع ده. فابوها لما بيشوفها بيتوتر وبيسالها هو انت سمعت ايه بالظبط؟ فجوان بيقول له اكيد سمعت كلامنا من اوله، وما انت من ساعه ما فتحت بوقك ده وانت عمال تزعق واكيد جت على صوتك، بس يلا ومش مهم انا همسح لها الذاكره بتاعتها دلوقتي، وايه رايك يا ارنولد امسحها لها ولا سيبها لها؟ فاليسيا بتخاف وبتقول له لا مفيش داعي لكل ده، وانا هكتم السر ده خالص ومش هقول لاي حد، وان ليس كاسر قدراتها مش طبيعيه. فابوها وجوان بيستغربوا واليسيا بتكلم نفسها البطله في الالعاب اكيد المواهب بتاعتها بتبقى مختلفه وخطيره قوي، وامال هتكون بطله ازاي يعني؟ فجوان بيسالها يعني انت كده خلاص مش هتقولي لحد عن السر ده خالص؟ فاليسيا بتقول له ايوه طبعا ما تقلقش، بس البنت دي شكلها طيبه قوي ما يتهيأليش انها هتعمل اي حاجه وحشه للمملكه بتاعتنا، فبلاش تخافوا منها. فجوان بيرد عليها ده انتوا شكلكم اتقابلتوا بقى. فاليسيا بتتوتر وبتقول له اتقابلنا ايه بس؟ لا خالص ده مجرد احساس مش اكتر، وانا نعسانه قوي وهروح انام بقى، يلا تصبحوا على خير. واليسيا بتطلع تجري وبتسال نفسها هما كده الخمس عائلات عايزين يحطوا عليها ولا ايه؟ ومش حابه اقول كده بس بجد برافو عليك يا ليز، ومش هخسر قدامهم ابدا مهما عملوا انا اللي هقفلهم. فاليسيا بتنظف التراب اللي على ترابيزه باشاره واحده وبتقول حلوه قوي، انا كده بقيت بعرف اتحكم في سحر الظلام لحد المستوى العاشر، وكان نفسي اتعلم التعويذه اللي ممكن تنظف ميه لوانا، بس لسه قدامي طريق طويل قوي على بال ما اوصل لها علشان دي في المستوى ال 25. فالبرت بيروح لها وبيقول لها كلهم جم علشانك، تحبي تيجي تشربي معانا شاي؟ فاليسيا اول لما بتشوف ليز بتتضايق قوي، وليز بتفرح بيها وبتقول لها يعني انت في الاخر طلعتي اخت آل الصغيره؟ وطب كويس انا فرحانه قوي اني شفتك. فالبرت بيسالها ايه ده وهو انت تعرفي اختي؟ فليز بتقول له ايوه ما انا قابلتها لما كنا في الاكاديميه ووصلتها علشان كانت تايهه، وانت ساعدتني يوم مراسم الدخول وانا ساعدتها بنفس الطريقه، وتفتكري يمكن يكون ده القدر وبيحاول يجمعنا؟ فاليسيا بتتنرفز وبتكلم نفسها وعرفت تلف على اخويا في ثانيه لثانيه، والضحكه اللي على وشه دي محسساني انها عرفت توقعه بجد. وما تبطلي محن شويه بقى يا بنت انت ايه ده؟ فالبرت بينادي على اليسيا وبيقول لها تعالي اقعدي هنا جنبي. فكورتيس بيقول لها احنا اتجمعنا النهارده علشان نقرر سوا فصلنا هيعمل ايه بالظبط في المعرض اللي جاي المدرسه هتعمله. فاليسيا بترد عليه يعني انا كده ماليش لازمه في القعده دي صح؟ علشان دي حاجات تبعكم انتوا وفصلكم، فانا مش هيبقى لي مكان. فجيل بيقول لها لا عادي، وفي ناس من بره المدرسه هتيجي وتحضر معانا ما فيهاش حاجه، فلو عندك اي فكره ممكن تساعدنا قولي لنا عليها. فاليسيا بتستغرب وبتكلم نفسها ايه ده؟ وهو مش المعرض المدرسي ده هو اللي فيه ليز ودوكا هيقربوا ويحبوا بعض قوي في اللعبه، وبما اني الشريره فما ينفعش اسيب حاجه زي دي تعدي كده عادي، ومثلا ممكن اتحدى ليز وانافسها عليه، واول لما الاقيهم بيقربوا من بعض اتدخل واقول لها ازاي بنت فقيره زيك تتجرأ وتقرب من الامير دوك واللي هو ابن الملك يا حسالة انتي؟ بس لا انا ما ينفعش اتكبر عليها بسبب الفرق اللي بيننا. فليز بتلاقيها سرحانه وعماله تفكر كتير، فبتقول لها على ميلك فكري بالراحه علشان ما تتعبيش، وبصراحه انا مبسوطه قوي انك بتيجي على نفسك كده علشاننا. فاليسيا بتتضايق وبتكلم نفسها هو ليه كل حاجه بتحصل بالعكس، واللي انا برتب له بيتفهم غلط، وديها شافتني بنت كويسه اهو، وانا اصلا عايزاها تعرف اني شريره وهوصل لها المعلومه دي ازاي بقى دلوقتي. وبتقول لها انا عرفت انك بتعرفي تستخدمي العناصر السحريه، فايه رايك بقى تقدمي عرض على المسرح بالسحر ده؟ فليز بترد عليها الفكره الحلوه دي وتمام ماشي انا موافقه. فاليسيا كان نفسها ترفض فبتبقى هتفرقع من كتر الغيظ. فالبرت بيقول لهم انا متاكد ان كل اللي هيشوفوا العرض ده هيتبسطوا قوي بيه. وليز بتسالها ايه رايك تحبي تبقي تيجي تقفي جنبي على المسرح؟ فاليسيا بتقول لها لا لا شكرا، وخليهولك انا كده كده مش معاكم في الاكاديميه، فمش هتبقى حركه حلوه مني لو عملت كده. فليز بترد عليها لو على كده ما تقلقيش وسيبي لي انا الموضوع ده هحلهولك. فاليسيا بتزعلها وبتقول لها انا مش عايزه اقدم العرض ده معاكي وفهمي بقى وانزلي من على وداني. فالبرت بيقول لها عيب كده ما يصحش، دي ضيفتنا وما ينفعش تتكلمي معاها بالطريقه دي. فليز بتسالها وهي زعلانه هو انا ضايقتك او عملت لك حاجه علشان تخليكي تكرهيني من غير ما اقصد؟ فاليسيا بتقول لها كل واحد حر في حياته ومش كل الناس بتقدر تتقبل بعض، فبلاش نقرب من بعض غصب عننا وخلي كل واحد في حاله احسن. فليز بترد عليها لو هو ده السبب اللي مخليكي ما تجيش معايا فعادي، احنا لو قعدنا اتكلمنا سوا شويه حلوين هناخد على بعض ونبقى اصحاب. فالبرت بيقول لها ليز معاها حق وما ينفعش تحكمي على حد من غير ما تتعاملي مع الاول، وليه ما تحاوليش تتكلمي معاها وتتعرفوا على بعض اكتر؟ فاليسيا بترد عليها خلاص ماشي هتكلم معاها بس مش هنقدم انا وهي سوا العرض ده. فليز بتقول لها قشطه مش مهم، المهم اننا نتكلم مع بعض. فاليسيا بتكلم نفسها القعده
القعده والكلام معاها مش وحشين، بس احنا ما كناش ينفع نفكر نتكلم اصلا. فاليس بتسالها ايه اكتر زهره بتحبيها، فاليسيا بتقول لها زنبق الوادي، ما اعرفش انت تعرفيها ولا لا، بس انا بحبها علشان بتخفي سم كده قوي قوي ممكن يخلص على اي حد. فاليس بتقول لها وانا بحب المارجريت، وايه بقى اكتر حاجه حلوه بتحبي تاكليها، فاليسيا بترد عليها المكرون، وبتكلم نفسها دي ما بطلتش كلام من ساعه ما قعدت وهي شغاله لوك ايه بقى بقها ما بيوجعهاش، وده انا صدعت اليوم اللي مش راضي يخلص ده، وهي ما عندهاش اهل يسالوا عليها ولا ايه. فاليس بتسالها وبتحبي تعملي ايه بقى، فاليسيا بتكلم نفسها لا كده كتير بجد ومش قادره استحمل، وبتقول لها عايزه تعرفي طب اهو، وبتعمل حركه سحر بايديها بتخلي المزهريه تيجي لحد عندها في ثانيه. فجل بيستغرب وبيسالها ايه ده وهو ايه اللي حصل من شويه ده كان سحر. فاليسيا بتقول لها خدي زهره المارجريت اللي بتحبيها اهي، ودي زهره جميله اكيد لازم تبقى البنت جميله زيك. فكورتس بيتصدم وبيقول لهم ازاي كده، ودي ما عندهاش غير 10 سنين بس. فالبرت بيقول له انا زيك اول مره اعرف دلوقتي انها بتقدر تستخدم السحر. فاليسيا بتستغرب وبتكلم نفسها هم مالهم وشهم اصفر فجاه كده ليه، وبتفتكر كلمه مختلفه اللي جوان قال لها الصبح. فالبرت بيقول لها روحي خشي اوضتك وانا اسف بجد ليكم، بس معلش ممكن تروحوا دلوقتي. فاليسيا بتسال نفسها هو في ايه اللي حصل بالظبط، وهي كلمه مختلفه دي ما كانتش على ليز ولا ايه. فاليسيا بتروح لويل وهو بيقول لها 3/4 الناس ما بتعرفش تستخدم السحر غير بعد ما بيبقى عندهم 13 سنه، وانا كنت عارف حد زي كده وعرف يستخدمه بدري. كل الناس قعدت تشكر في مهاراته ورفع مستوى السحر بتاعه ل 80. فاليسيا بتساله طيب هو ايه اللي حصل له، فويل بيقول لها راحت القدرات بتاعته وفكر نفسه بقى جامد قوي، فحاول يستخدم سحر من المستوى ال100 وطبعا طلع اقوى منه بكتير فخسر كل حاجه. فجيل بيصحى فويل بيقول له دي اليسيا اللي جابت لك الدواء. فاليسيا بتسلم عليه بس هو ما بيردش عليها، فهي بتكلم نفسها ما فيش حاجه انا ما اقدرش اعملها، وبتقرب منه وبتقول له ما دام عايش يبقى لازم تتعامل مع الناس اللي حواليك، ولو كنت اعرف انك هتفضل كده ما كنتش تعبت نفسي وجبت لك الدواء. فجيل بيرد عليها وهو متعصب انا ما طلبتش منك حاجه، ما حدش قالك ساعديني، وعلى اساس واحده غنيه زيك هتفهم انا حاسس بايه. فاليسيا بتقول له بالظبط كده انا مش حاسه بيك، ولو شايف انك مالكش لازمه بجد فانا هتبسط قوي وانا بخلص عليك. فجيل بيرد عليها لا طبعا انا مش عايزه اموت، وبيحدفها بالمخده. واليسيا بتقول له خلاص انت ذكي وطبعا مفيد بالنسبه لي، فلو عوزت اي حاجه قول لي وانا هعملها لك. فويل بيقول له ما تركزش في كلامها دي بنت قلبها طيب قوي. وجيل بيتبسط وبيقوم يسلم عليها، وابطال ال5 عائلات بيقعدوا مع بعض وبيقولوا كده احنا بقينا متلخبطين بين اليسيا وليز علشان الاتنين مختلفين، يا ترى مين فيهم اللي الاساطير كانت بتحكي عنه. فابو ايريك بيقول لهم ما تنسوش ان الورده الذهبيه مع ليز وهي الوحيده اللي بتخليها تفتح. فالملك بيقول لارنولد علم اليسيا ازاي تسيطر على سحرها علشان ما تخسرهوش زي اللي خسروه قبل كده. فجوان بيقول لها انت هتدخلي الاكاديميه لما يبقى عندك 13 سنه زي ما الملك قال. فاليسيا بتفرح وبعدين بتحكي انها قعدت تتدرب كتير قوي وكانت على طول بتروح تزور ويل وجيل، وبعد ما عدى 3 سنين الملك بيتكلم معاه وجوان بيقول انا فضلت معاها خطوه بخطوه، وطول ال3 سنين كانت على طول بتعرف تتحكم في السعر بتاعها من غير ولا غلطه. فالملك بيسالها وبقيتي في المستوى كام بقى دلوقتي، فاليسيا بتقول ال80 وكلهم بيتفاجئوا. والملك بيقول لها انا ما كنتش اعرف انك هتعرفي تعملي كده بالسرعه دي، وخلاص انا موافق انك تقدمي في الاكاديميه السنه دي وعايزك تراقبي الاسكاسر كويس قوي. فاليسيا بتصدم وما بتعرفش ترد عليه، وبيكلم الملك اليسيا وبيعرفها انها هتعين مراقبه ليز. فبتساله ازاي ده، فبيسالها تعرف حاجه عن اسطوره القديسه، فبتقول له اليسيا طبعا، وبتظهر بنت في يوم وبيحبوها الناس وهتبقى قديسه مع العائله الملكيه علشان هي اللي هتجيب لدوله دوريكس الفرح والسعاده. فبيقول لها الملك ده انت عارفه هو كل حاجه. فبتقول اليسيا في سرها ما ده كان في اللعبه، وبيقول لها الملك اعتقد ان ليزا هي القديسه، وانا سمعت انك وليزا اتقابلتوا ايه رايك فيها. فبتفضل تشكر فيها اليسيا وفي جمالها، وبيقول لها الملك انا ما اقدرش انكر ده، وبيطلب من جوان يجيب لإليسيا مقاله وبيعرفها ان دي مقاله عن قريه لوانا. وبتقرا إليسيا اول سطرين ووشها بيتقلب وبتقول الهبل ده، وبيكمل الملك كلامه وبيقول لها لو ليزا هتشتغل مع حكومه القديسه فلازم تكون قادره تاخد قرارات عاقله، علشان كده يا إليسيا انا اخترتك انك تعلمي ليزا لحد ما تبقى قديسه ممتازه. وبتقول إليسيا لنفسها يعني ده كده هيخليني احسن واحده في العالم بدل ما يخليني شريره. وبيكلم ابوه إليسيا وبيقول لهم انا معترض على الكلام ده علشان الوضع الحالي اللي في الاكاديميه، وبيقول له الملك ليزا هناك محبوبه وده كده هيبقى سهل عليهم علشان الكل يسمع كلامها ومحدش يقدر يعارضها في الاكاديميه. فبيقول له ابو إليسيا انت عارف اللي هيحصل للي هيعارضها قدام مؤيدينها المتحمسين ليها وكده هيبقوا مكروهين ومنبوذين. وبيطلب من إليسيا ترفض العرض ده، مش لازم توافق تلعب دور الشريره. وبتقول له إليسيا انا موافقه على العرض ده وانا هبقى إليسيا اعظم شريره في العالم. وبيقول لها الجد ويلي الملك بيفكر ايه بخصوص القلعه، فبتعرفه إليسيا انها مش هتعمل ده ببلاش، وخلت الملك يوافق على شروطها. وبتعرف جيل انه هيمشي من القريه وهيبقى معاها. وبنشوف إليسيا وهي مع الملك وبتعرفه انها عايزه تاخد معاها جبل من لوانا الاكاديميه، وبيزعق فيها ابوها وبيقول لها يعني ايه افهم من كلامك ان رحت القريه دي. فبتعرفهم إليسيا انها بقالها سنين بتزور القريه، وبتحكي لهم انها لقت جيل لوحده لما كان
عنده 6 سنين، وبتشوفوا اهل القريه بيضربوه وبيكون ابوه اتقتل لانه بيكون مجرم، فهي بتاخده وبتعالجه لانها مش عايزاه يشيل ذنب ابوه. وبتعرفهم ان الناس في الوانا بيضيعوا مواهبهم في الهوا، ولو حصلوا على فرصه للتعليم اكيد هيبقوا احسن. وبنشوف الملك وهو لامم رجالته بيعرفهم انه اختار صح لإليسيا المهمه دي. وبنرجع لإليسيا وبتعرف جيل انه هيمشي معاها من القريه كخادم ليها، وبيقول لها جيل بس المفروض اللي بيخدم النبلاء اللي زيك المفروض يكون ليه نسب كويس. فبتزعق فيه إليسيا وبتقول له انت مش عايز تمشي ولا ايه؟ فبيقول لها جيل اكيد لا عايز. وبتقول له إليسيا خلاص انت من النهارده لازم تكون جشع وشرير زي الشريره اللي هو انا، وتنتهز اي فرصه هتبقى صالحه ليك. فبيقول لها الجد ويل مفيش اي حد من القريه دي يقدر يمشي منها. فبتعرفه إليسيا انها لسه البدايه ولسه القديسه لما تيجي. فبيسالها الجد ويل تقصد ايه؟ فبتعرفه إليسيا ان إليزا هتقدر تستولي على العالم ده، وده غير التغير اللي هتعمله. فبتسال الجد ويل لو عايز يرجع القلعه، وده غير انها لو طلبت ده من الملك اكيد هيوافق وهيساعده. وبيقول لها الجد ويل انا عارف انك عايزه تساعديني، بس انا مجرم وقبلت مصيري من لحظه وصولي للقريه دي. وبتمشي إليسيا في الغابه لوحدها، وبتلاقي حد بيدخل وبتشوف مين، وبتلاقي بنت وبتطلب منها تساعدها، وجسمها كله كدمات. فبتجري تشيلها وبتلاقي سكان القريه حوالينها وبيبصوا عليها، وبتعمل تعويذه علشان تقدر تنقذها. وبتملى بركه صغيره ميه والناس بيشوفوا سحرها وبيكونوا مش مصدقين. وبيجي عليها جيل والجد ويل وبيسالها جيل على اللي بتعمله. فبتعرفهم انها طلبت منها تساعدها، وبتلاحظ ان الناس اتلمت حواليها فبتعمل حاجز من السحر بينهم. فبيعرفها جيل ان اللي هي بتعمله مش هينقذها. وبتلاحظ إليسيا ان اللي على جسم البنت حروق كتيره واماكن مصابه بالعدوى، ده غير ان خلايا رجليها اليمين بتكون ماتت من اول الركبه لحد تحت. وبتفتكر اي نوع من السحر تقدر تعمله يشفيها. وبيقول لها جيل انها مش هتقدر تنقذها من كتر الحروق اللي في جسمها، لان اي حد في القريه هنا لو تعرض لاذى جامد فمصيره بيكون الموت. وبتفتكر إليسيا مع نفسها وبتبقى عايزه تتعلم السحر والمبارزه في وقت قصير جدا، وانها مقتنعه انها تقدر تعمل اي حاجه. وده غير ان العالم ده كله مجرد لعبه فيديو، وبما انها منافسه للبطله ده مش هيخليها تقدر تعمل اي حاجه تيجي على بالها، وفي حاجات كتير ما تقدرش تصلحها. وبيقول لها الجد ويل شكلها بتموت بسبب الحرق اللي في جسمها، وده كمان رايك يا شريره الاعظم انت كمان. فبتقول له إليسيا الشريره مش طيبه. وبيقول لها الجد ويل ليه مش عايزه تقولي على الشريره اللي هيتذكرها التاريخ. فبتقول له إليسيا شريره احلامي هتبقى طموحه وبتكره الكلام الفارغ، وبتحب الهدوء والحكمه، وهتبقى امراه قويه. والصح ان الشريره ما تستسلمش حتى النهايه. ومن ضمن سحر الظلام الكتير من تعويذ الشفا، بس التعويذه اللي اعرفها اللي بتهدي التهاب البثور والبشره الخشنه بس. وبتعمل إليسيا تعويذه وبتبقى واثقه انها هتقدر تعالجها، ولو فشلت مش هتبقى هي اعظم شريره في العالم. وبتعمل التعويذه والبنت بتفضل تصرخ. وبيقول جيل استمر يا إليسيا، وبيسالها جيل كده انت نجحتي في علاجها؟ فبتعرفه إليسيا انها لسه محتاجه تكمل علاج. فبيطلع السيف بتاعها وبيقطع لها رجليها اللي متدمره، وبيشوفها الناس من الحاجز وهي بتقطع رجلها بالسيف. وبتفوق البنت وبتطلب من إليسيا ما تقومش بسرعه، وبتلاقي البنت رجليها اتقطعت. فبتسال إليسيا، فبتعرفها إليسيا ان الانسجه بتاعتها ماتت، ولو كانت سابتها على الحال ده كانت حياتها هتبقى في خطر. بس بتعرفها انها قدرت تنقذ حياتها خلاص من الخطر. وبتقول لها البنت لو كنت طلبت مساعده اي حد تاني غيرك كان زماني ميته. وبتشكرها على اللي عملته. فبتقول لها إليسيا لا ما تشكرنيش، وانا مش بساعد حد علشان تبيت قلبي، واللي انا عارفه انك هتردي ليا الدين. وبتعرفها بنفسها. وبتسالها إليسيا عن اسمها. فبتعرفها انها اسمها ريبيكا. فبتعرفها إليسيا انها من النهارده هتبقى مخبرتها الشخصيه، وبتشيل الحاجز اللي بينهم وبين سكان القريه. وبتقول لهم إليسيا بصوا كلكم على عوده ريبيكا اللي كانت خلاص بتموت، وهي معجزه بالنسبه لكم مش كده؟ وهي دي المنقذه اللي هترشدكم في قريتكم ريبيكا. وبتقول لها ريبيكا انا مش فاهمه انت عايزه ايه؟ فبتقول لها إليسيا كل اللي عايزاه منك انك تجمعي اصوات القرويين وبصفتك منقذتهم المؤقته. فبتقول لها ريبيكا انت شايفه كده وانا هرد لك الدين بس ليه؟ فبتقول لها علشان اقدر استخدم حجه وابقى شريره. وبيمشوا على البيت وبيسال جيلي عن ايه الكلام اللي قلتيه لريبيكا وانا مش فاهم. فبتعرفه إليسيا انها شرحت له قبل كده بخصوص مقاله إليزا، علشان كده عايزه تروح للوانا علشان تتعرف عليها اكتر بصفتها مرشدتها. وبيقول لها جيلي يعني انت فاكره انك هتقدري تغيري الوانا؟ فبتقول له إليسيا انها هتبقى العقل اللي بيخطط واللي بيحرك الخيوط من ورا الستاره، بس في الواقع السكان هم اللي هيغيروها. وبيقول لها الجد ويل انا لحد دلوقتي برضه مش ناوي نمشي من القريه، وده غير اللي انت قلتيه ده خلاني عايز اقعد في القريه لحد اما اشوف ازاي هتقدري تغيري الوانا. وبيقف الجد ويل مع إليسيا وجيل وهم ماشيين، وبتدي إليسيا حاجه لجيل يشربها علشان يقدر يحدي الحاجز بشكل مؤقت. وبيقول لهم الجد ويل خلي بالكم على بعض، وبيودعوا وبيمشوا وبيخرجوا للعالم التاني. وبيقول لها جيل ازاي شكلها جميله كده ومختلفه عن عالمنا، وبتطلب منه إليسيا انه يمشي بكل فخر.
وبتروح اليسيا عند الملك وبتعرف ابوها انها خلاص هتمشي. فبيسالها ابوها انت مش ندمانه على قرارك ده؟ فبتقول له انت وعدتني انك تعرفني بعد ما ادخل الاكاديميه، وليه بقى دلوقتي مش سامح لي ان ادخل امتحان المبارزه؟ فبيقول لها ابوها علشان انت شاطره جدا. فبتودعه وبتمشي اليسيا في الاكاديميه، وبيكون معاها جل وبتبقى سامعه البنات وهم بيتكلموا عليها. وده غير ان واحد من الطلاب بيقول انه سمع ان الخادم بتاعها يتيم ومن عيله عاديه جدا، وبيجوا عليها شويه بنات وبيقولوا لها انت بقى اليسيا. فبتقول لها واحده منهم ان ليزا حكت لهم عنها بكل حاجه، وبيسالوها ان اخوها يبقى البرد. فبترد واحده تانية وبتقول لهم لا، ودي هي شكل ساما وهنري اكتر. فبتمسك واحده شعر اليسيا وبتقول لهم على كده بقى هنري هو كمان شعره حرير زي ده. فبتضربها اليسيا على ايديها وبتقول لها ايه قله الادب اللي انتوا فيها دي. وبتيجي عليها ليزا وبتعرفها انها مستنياها من بدري، وبتبقى جايه هي واربع شباب زمايلها. وبتقول لها واحده من البنات ان اليسيا ضربتها وشتمتها. فبتسالها اليزا، فبتقول لها اليسيا دول عيال هبله فكك منهم. فبيبان على ليزا انها محبوبه قوي من الطلاب، وبتبقى زعلانه ان اليسيا اتصرفت كده مع البنات. فبتعرفها انها ما تعملش كده تاني، بس بتكسفها اليسيا وبتتكلم معاها بطريقه وحشه قدام الطلاب وبتمشي. وبيسالها جيلي ليه عملتي معاها كده؟ فبتعرفه اليسيا انها اتعمدت كده علشان هي شريره، وبتختفي وهي بتكلمه. وبنشوف اليسيا واقفه في المكتبه مع الدكتور وبيقول لها كويس انه شافها. فبتساله اليسيا اللي جابها هنا باستخدام سحر الانتقال. فبيقرب عليها وبيقول لها ليه ما رفضتيش طلب الملك؟ فبتبقى مستغربه ازاي عرف المهمه دي، لانها المفروض تعمل المهمه دي في سر. فبيقول لها دوك انا امير، انت ناسيه ولا ايه؟ فبتفتكر اليسيا الاسطوره وبتقول مع نفسها بس في اللعبه كان دوك بيحب البطله في المرحله دي. فبتبقى مبسوطه لانها كده هتقدر تقول اللي هي عايزاه القديسه بما ان شريره وكده. وبيمسك دوك السلسله اللي في رقبتها، وبتبقى اليسيا خايفه لا يقطعها. وبيوطي دوك وبيبوس السلسله، وبيقول لها لحد دلوقتي لابساها، وبيعرفها انه مبسوط. وبيقول لها ما اعرفش ازاي انت هتبقي شريره وانت بتتكسفي وخدودك بتحمر. فبتزوق اليسيا وبتقول له انت امير وازاي كده قليل الادب. وبتطلع تجري وبتقول ازاي دوك بيقول الكلام ده لواحده مش بيحبها اصلا. وبينادي عليها جيل وهي بتجري وبيسالها اختفيتي فين وليه شكلها عامل كده. فبتزعق فيه وبتقول له مفيش حاجه. وبتخرج اليسيا بره في الحديقه، وبتلاقي اليزا قاعده مع زمايلها وعامله حفله شاي، وبتعزم عليها اليزا علشان تقعد معاهم. وبتقول اليسيا لنفسها كويس ان كل معجبينها كلهم متجمعين هنا، فكده هي هتنفذ خطتها. فبتشكرها اليسيا على العزومه وبتسالها لو فاضيه تشاركها افكارها النهارده. فبتعرفها اليسيا ان معاها مقالتها، وبتعرفها ان المعلم بتاعها طلع لها نسخه ليها. فبتقول لها اليسيا انت بقى شايفه ان الكل متساوي، وان التسلسل اللي خصصتي ليهم في البلد ده عامل مشكله. فبتقول لها اليزا ايوه علشان كده انا شايفه اننا نخلص من الجدار اللي محيط بالوانا واللي بترمز للفقر، واول لما يتحرروا هيقدروا يعيشوا حياه حلوه وسعيده، وهيبقوا مبسوطين ان حواليهم جيران عندهم حظ احسن، وبكده مش هيبقى فيه بؤساء ابدا. فبترمي اليسيا المقاله وبتقول لها ده كلام سطحي جدا ومش واقعي، وده غير انه ممل قوي، ده غير ان قريته كمان بصعوبه. وبيقول لها واحد من المعجبين ازاي قدرتي تقولي كده؟ فبتبقى اليسيا فرحانه لانها بتعمل حركات شريره، وبتبقى عايزه تعرف البطل هتعمل ايه. فبتسالها اليزا وبتقول لها طب قولي لي انت ليه شايفه كلامي غير واقعي؟ فبتقول لها اليسيا علشان مستحيل الناس كلهم يكونوا متساويين، ومقالتك مجرد حكايات خياليه. فبتقول لها اليزا ما احنا لو تخيلنا ممكن في يوم نقدر نحقق التخيل ده، وهتكون دي النهايه. وبتقول اليسيا نفسها صح كده البطله تقول ردها جريء، فهتزود الكره بين الشباب القابلين للهزيمه، وفي الوقت ده تمشي الشريره. بس انا لسه عايزاها تتكلم اكتر. فبتسالها اليسيا وبتقول لها انت شايفه ان لو الجدار اتكسر فكده هينهي على المساواه اللي مبنيه على النسب كده بالسهوله دي من غير حتى اجراءات، وده لو حصل كده هيدمر النظام العام. وبتقول لها اليزا انت ليه بتتكلمي بالطريقه البايخه دي عن الكرويين؟ وبيقول لها واحد من زمان اليزا انت شايفه ان الكرويين اللي هننقذهم دول ما يستحقوش وهيعملوا لنا مشاكل والسلام؟ فبتقول لها اليسيا مفيش حاجه هتتغير من الحجج المثاليه، وكل اللي عايزاه منك انك تشوفي الواقع وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه، وده النوع اللي بيتكلم عنه مقالتك. وواحد من زمايلها بيزوق اليسيا علشان تسكت. فبتعرفوا اليسيا انها بس شاورت على مقالتها ما قالتش حاجه، وده غير انها متفاجئه ان في حد منهم شاور عليها وكلهم مشغولين بيها. وواحد تاني بيزعلها، فبتقول لهم للاسف مش هيقدروا يتقبلوا ده علشان كلهم بيحبوها. وبتسالهم ليه كلهم حواليها ومفيش منهم منفعه. وبتزنق معاها اليزا وبتقول لها انت علقتي على مقالاتي. فبتقول لها اليزا انت علقتي على مقالاتي ومش عاجبينك، بس لو سمحتي مالكيش دعوه بزمايلي. وبتفضل اليسيا تقول مميزاتها اللي بيحبوها علشانها، وبتقول ليزا انت بالنسبه لي موهوبه ورمز للمساواه، ويا ريت ما تفهميش كلامي غلط، وما اعتقدش ان من الضروري ان يكون الكل متساويين زي البيئه والعيله والموهبه، ولو دورتي مش هتلاقي شخصين متساويين ابدا، وده اللي هيخلي عندنا تنافس وطموح ونقدر نطور من نفسنا اكتر. وبكده مفيش حد من الناس هيمدحوا عن نقاط قوتهم علشان خاطر المساواه، وانت
وانت بقى شايفه ان ده مش ظلم؟ فبتقول لها اليسا طب انت كشخص موهوب فايه نظرتك للمساواه؟ فانت ما تعرفيش مدى تاثير الكلام اللي ملهوش لازمه ده، وبما ان الكلام ملهوش لازمه فهتقع المشكله على الجنب الاضعف. وبيقول لها واحد من زمايلها ازاي بتتكلمي مع اليزا بالاسلوب ده؟ فبتقول لها اليزا انت معاكي حق يا اليسيا، علشان انا ما فكرتش في ده، بس انا لسه فاهمه انه غلط ان اتخلى عن السعي ورا اللي زينا، واللي انا عايزه اعمله ان اصنع عالم في كل الناس مبسوطين. وبتقول لها اليسيا باين كده اني ضيعت وقتي، وبتسيبها وبتمشي. وبيروح واحد من زمايل اليزا وبيقول لها ما تسمعيش لكلام اليسيا تاني، فبتعرفه ان كلامها كله لمصلحتها. وبتسال اليسيا جيل طبعا معركتي ضد اليزا ما كانتش وحشه، وبتقول لنفسها المره الجايه هوريها انا هعمل ايه، لان انا الشريره في القصه دي. وبتمشي اليسيا وبتسمع الطلاب وهم بيتكلموا عليها وحش بسبب اليزا، وبتقول لنفسها انا كده بقيت مكروهه وتسببت بقلق في مدرستي الهاديه. وبيسالها جيل اللي كل الطلاب بيدافعوا على ليزا، وكانت بتتكلم بكل جديه ده غير حفله الشاي اللي كانت عاملاها. فبتقول له اليسيا كده سمعتي الوحشه هتنتشر بسرعه، وانا اعظم شريره في العالم، بس الاهم من كده يلا بينا نروح البيت. وبتعرفوا انهم هيروحوا اللوانا النهارده علشان عندها شويه وجبات ومراجعات لازم تعملهم. فبيقول جيل شريره بس شاطره. وبتروح البيت اليسيا وبتسال ريبيكا جمعت روايات الكرويين، فبتقول لها ريبيكا ايوه زي ما انت قلتي. وبتحكي لها انها لما اتجمعت بالكرويين قالوا لها لو خرجوا من القريه دي وشافوا اي حاجه تانية هيدمروها. وبتقول لها اليسيا انا المهم عندي سلامتك انت اول حاجه، وانا شايفه انك مش هتقدري تهربي برجلك دي. فبتطمنها ريبيكا وبتقول لها ان الكل عارف ان اليسيا معاها وبتساندها ومحدش هيقدر يعمل لي حاجه. وبتقول اليسيا لنفسها كلامها ده محسسني اني فعلا شريره. وبتكمل ريبيكا كلامها وبتقول لها ده غير ان كمان عرفت ان كل سكان القريه اتولدوا هنا علشان كده مفكرين انهم مستحيل تغييرها واستسلموا، وبسبب ان قدامهم وكانوا شايفين ان المفروض اكون ميته بس رجعت تاني للحياه فعندهم شويه امل وبيفكروا ان في احتمال الامر معاهم يتغير. وعلشان كده انا مش عايزه اوقف تغير الوضع ده ولازم استمر، ولو في تغير هيجي فهو هيجي على ايد الكرويين بنفسهم ومفيش حد مصدق اني منقذتهم. وبتسرح اليسيا مع نفسها وبتقول انا شايفه انها خطه حلوه. فبتسالها ريبيكا قولي لي بقى لو حد باصص من بره الموضوع ففي احتماليه تحرير القريه دي؟ فبتقول لها اليسيا اكيد بفضل ليزا وتاثيرها كل الناس مهتمين بتحرير القريه، بس لحد دلوقتي ما وصلناش للمرحله المناسبه علشان نعمل اي تصرف محدد. وبيقول لها الجد ويل مستحيل يحصل كده من يوم وليله وما تستعجلوش على الامور. وبتطلب ريبيكا من اليسيا انها عايزه شويه محاصيل من المدينه علشان تزرعها في القريه. فبتقول لها اليسيا لا، وانا مالي اصلا بوجع الدماغ ده ومفيش شريره هتوافق على حاجه كده. وبتقول لها بس ازاي هتغير سكان القريه لو كانوا معتمدين اكتر حاجه على نفسهم؟ وبيقول لها جيل تفاوضي معاها يا ريبيكا. وبتقول لها ريبيكا هعرفك حاجه مقابل طلبي. فبتقول لها اليسيا ايوه كده بداتي تفهمي. وبنشوف اليسيا وجيل في الاكاديميه وبيبقى واقف قدامها اخوها هنري وبيسال بتكتب عن قريه لوانا. فبتقول له اليسيا انت هنا لوحدك ولا ايه؟ لانها بتبقى بقالها فتره كبيره ما شافوتوش لا هو ولا اخوها. وبيعرفها هنري انه بعد عنه الفتره دي مع انهم من ساعه ما اتولدوا ما بعدوش عن بعض لانه كان واثق انه يعرفه اكتر من اي شخص تاني، بس بعد ما دخلوا الاكاديميه اتغير وبقى كلامه كله على ليزا لدرجه انه ما بقاش يعرفه. وبعدها ليزا اخدت بالها وقالت له انا اللي عجبني فيك انك مستقل بنفسك ومش مهم انت كنت ايه، بس دلوقتي انت مش بتفكر بنفس الطريقه وكل اللي عايزاك تعمله ان انت تكون نفسك ودي حاجه هتخليك شخص مفيش منك. وبيعرفها ان من ساعه ما قالت كده وهو حاسس ان كلامها انقذه. وبتقول له اليسيا وانت بقى جاي هنا علشان ترغي عن ليزا وجمالها؟ فبيقول لها هنري لا مش كده ده العكس. فبتقول له اليسيا ازاي؟ فبيقول لها لما اتكلمتي انت وليزا في الحديقه عن مقالتها كل اللي انت قلتيه كان صح، بس الجميع قالوا عليك انك جايه تتخاني وخلاص، بس منطق ليزا كان اهبل شويه، بس توامي كان بيقول عكس ده. فكنت ساعتها انا حاسس اني مش فاهم ولا هو توامي، ومن ساعتها وانا مش طايق ليزا. فبتقول له اليسيا وانت بقى جاي تقول لي كده؟ فبيقول لها هنري ايوه فكرت ان احكي لك الاول. وبيسالها هي ناويه تخطط ليه؟ واكيد عندك سبب علشان تعتمد انك تتخانقي مع ليزا بالشكل ده. وبتعرفوا اليسيا ان ما عندها سبب. فبيقول لها هنري انا عارف انك مش هتتكلمي، فانا شايف انه كفايه لحد هنا اسئله، بس انا مش مقتنع بجوابك. وعلى العموم دي دعوه لحفله الشاي اللي جايه وليزا هتكون هناك. وبتمشي اليسيا مع رجاله الملك وواحد منهم بيقول لها يا ريت يعني ما ترغيش في اي حاجه تافهه وقولي المهم اللي عندك. فبتقول اليسيا لنفسها حفله الشاي مع الملك اكيد دي حفله مش عاديه، واكيد دي واحده من فعاليات اللعبه المعروفه باختبار القديسه. علشان افوز لازم اختار الاجابات الصح، بس في اللعبه الشريره ما حضرتش حفله الشاي ودلوقتي انا معزومه ويعني المفروض اختبر كشريره واختبر كمراقبتها. وبترحب ليزا بهنري واخوه وبيبان عليها الفرح.
لانها شافت كمان اليسيا. فبتقول لها اليسيا يومك سعيد يا ليزا، بس لحظك الوحش ان هنا. فبيقول لها فينا انا بقيتش فاهم انتوا اصدقاء ولا اعداء. فبتقول له اليسيا لا احنا مش اصدقاء. فبيزعق واحد لفين وبيقول له اسكت وما تتكلمش. فبيدخل عليهم الملك وبيشكرهم كلهم لانهم اصدقاء دوك المخلصين، وبيطلب منهم يقعدوا ويتعاملوا على طبيعتهم. وبتقول اليسيا لنفسها بس انا شايفه ان حفله الشاي دي مش هيبقى فيها راحه، وبتشكره اليزا على الحفله. فبتقول اليسيا لنفسها ايوه طبعا لازم تشكره، وهي بتضحك ما هي قاعده في وسط الاكابر وولاده، وبتبقى عايزه تتفوق عليها في اختبار القديسه علشان فتح النهايه الحقيقيه. بس انا مش هقدر افهم اجوبه البطل المثاليه، وبكده هيبقى في صعوبه في النجاح. وانا شايفه ان الموضوع ماشي زي اللعبه بالظبط، وكل الشخصيات اللي المفروض اهزمهم موجودين هنا كمان، وده غير اخواتي اللي بيكرهوني هم كمان هنا، وزي اللي بيحصل في اللعبه. وهو الموضوع يزعل ايوه، بس ده اللي انا عرفت انه هيحصل. بس هنري الوحيد هو اللي بيتصرف بطريقه مختلفه شويه، وده غريب عكس ايريك اللي ظهر كرهه ليا. اما فين وكورتيس بيتصرفوا زي ما هم في اللعبه، لا بيتقربوا مني ولا من ليزا، وبيتكلموا باحترام. بس الوحيد اللي غريب هو دوك، واللي عمال يبتسم والمفروض يبتسم للبطله بس في اللعبه. بس الامر مختلف هنا، واختبار القديسه ده كمان اكيد مش هيمشي زي اللي حصل في اللعبه. وبيتكلم الملك اليسيا وبيقول لها فاكره لما اتنبأتي بالانهيار الاقتصادي لدوران من 3 سنين كده؟ فبتفتكر اليسيا وبتقول ده فاكر لما رحت الاكاديميه من وراه، ويعني كده الملك عرف اللي كتبته على السبوره. وبيكمل كلامه وبيقول لها بيحصل دلوقتي زي ما توقعت بالظبط، وانا بصراحه اتصدمت من قدرتهم على التوصل لحكم زي ده في الوقت الحالي. فبتقول له ليزا وهي زعلانه يعني فلست دوران، بس انا شايفه ان اجراءاتهم الاقتصاديه كانت شغاله كويس. فبتقول لها اليسيا بس طاقتهم الانتاجيه والشراء ما كانوش ماشيين كويس، والاجراءات اللي اخدوها من 4 سنين اللي انت بتتكلمي عليها دي كانت مؤقته، يعني كان ممكن اي حد يتنبأ بانهم هيخسروا في السنين اللي جايه. فبتسكت اليسيا وبتقول لنفسها شكلهم كده بيختبروني، بما اني مراقبتها والموضوع ده مختلف عن اللي في اللعبه انا هوريهم. وبتكمل كلامها اليسيا وبتقول لهم بما اننا دوركس فما ينفعش نتجاهل الموضوع ده، وانت شايفه يا ليزا ممكن نعمل ايه؟ فبتقول لها ليزا اكيد نتحالف معاهم. فبتكمل اليسيا كلامها واحنا بقى هناخد ايه من دوله مفلسه زي دي؟ فبتقول لها اليزا مش كل اللي نشوفه نقدر ناخده، وفي حاجه اسمها مساعده الاشخاص، ولو هنقف جنبيهم بكل صدق مش هيبقوا مفلسين. فبتقول لها اليسيا دلوقتي دوران بقت ضعيفه، وانا شايفه ان المفروض نخليها دوله تبعنا. فبتقطع ليزا كلامها وبتقول لها انت قصدك ان المفروض نقتحم عليهم وناخدها؟ فبتقول اليسيا المفروض على الدوله تخلي بالها مش من دوران، ودي دوله اكبر وتجمعنا بيها علاقه معقده، ومش هتكسب دولتنا كتير من احتلال دوران، بس هنخسر حاجات كتيره لو احتلينا لافار. وبيرد عليها واحد وبيقول لها فعلا ابويا قال كده برضه، وان القلق كله في حدودنا مع لافال. فبتقول لهم ليزا طيب مشاعر اهل دوران؟ فبتقول لها اليسيا تمني السعاده ده انا شايفاه تخلف مع تعريض دولتنا للخطر. فبتقول لها ليزا يعني مفيش حاجه تخليني اقدر اساعدهم؟ فبتقول لها اليسيا لو عايزه تعملي حاجه استخدمي دماغك، لانهم مش عايزين مساعده مؤقته من دوله تانية علشان تتعافى اقتصادهم جوه حدودهم، زي كده لما الفلوس من تصدير اختصاصاتهم المحليه. فبتقول لها ليزا ايوه دوران مشهوره بالبطاطس، بس مش نفس اللوع اللي بناكله هنا، وكده الطلب الخارجي عليها ضعيف لبقى ما يعدلوش رفع سعرها، ولو البلاد كلها خدتها كده ارباحهم هترتفع، وكل الضيوف بيعجبوا بفكرتها. وبيقول لهم الملك انا مبسوط ان في شباب عندي في ذكائكم. وبتقول اليسيا لنفسها انا كده شكلي نجحت في الاختبار كمراقبه ليها. وبتمشي اليسيا وبتقول من ساعه ما الحفله خلصت والملك خلاهم كلهم يبقوا لازقين لليزا، وانا زهقت من شغل التلزيق ده. وهي ماشيه بتتفرج على اللوحات اللي على الحيطه، وبتلاقي في صوره متشاله، وبتلاقي صوره دوك على الحيطه لما كان صغير، وده بيبقى نفس شكله اللي شافته بيه اول مره، بس بيبقى لون بشرته مختلف، وبتبقى مش عارفه اذا كان هو ولا حد تاني. والشخص اللي جنبه هو كمان شكله مش غريب. وبيجي دوك عليها وبيقول لها ده ابويا وهو صغير مع ابوه، بس دي صوره قديمه. وبيكمل وبيقول لها مش انا شكل ابويا، بس اللي ورثته من امي هو لون بشرتها. فبتقول اليسيا لنفسها واضح كده ان ليه اخ تاني وهو اللي ماسك العرش، بس مش هقدر اساله كده بالسهوله دي. وبتمشي اليسيا فبيقول لها دوك استني علشان اوصلك لبره. فبتقول له لا، والمفروض تكون جوه مع ليزا، ولا انت جاي ورايا خايف ان اعمل مشكله ولا حاجه؟ فبيقول لها دوك لا، بس شكلك تايهه، وبيوريها طريق الخروج وبيمشي وبتمشي معاه. وبيطلب دوك من اليسيا انه يمسك ايديها. وبعد شويه بنشوف جيل قاعد مع نفسه وبيجي على هنري وبيساله هو من قريه لوانا. فبيساله جيل ليه؟ فبيقول له هنري اصل انت والورد اللي متعلق بلوانا شكلكم غريب علشان كده سالتك. وبيقول له اسمك جيل مش كده؟ وباين انك خايف من الكل ما عدا اليسيا، وما تحورش علشان باين على وشك. فبيقول له جيل اخرس وانت مالك اصلا، وانت هتبقى نقطه ضعفك اليسيا، وانت عايز تفضل جنبيها مش كده؟ فياريت تخفي مشاعرك علشان مفيش حد يستغلها. فبيساله جيل وانت ليه بتقول الكلام ده؟ فبيقول له هتتحدى اخت ليزا علشان بتكرهها جامد، ومن الافضل انه يكون برفقتها شخص ذكي يوقفها. فبتيجي عليهم اليسيا وبتقول له انا مش بكره اليسيا خالص، وانا بس هعرفك السبب، وبما ان حلم ابقى شريره فلازم اقف قدام شخص مثالي وليه شعبيه زي ليزا، ودي حاجه مخلياني مبسوطه. فبيقول لها هنري شريره، وبتقول له اليسيا ايوه، وانت
بتبصلي كده ليه؟ فبيفضل يضحك بصوت عالي. فبيقول لها جيل ده رد فعل طبيعي. وبيمشوا كلهم وبيفضل هنري يضحك وبيقول لها محدش قال لي ان اختي الصغيره مضحكه قوي كده. فبيقول لها لو عايزه تقفي في طريق حد فليزا شخص مثالي، ولو حياتنا دي قصه خياليه فاكيد هتكون هي البطله، علشان هي مميزه وكل حاجه بتقول لها مميزه، علشان كده البنات الحلوين اللي زيها مش نوع المفضل، بس انا اعجبت بيها جدا. وبيقول له جيل تقصد ان الموضوع له علاقه بالسحر. فبتقول إليسيا نفسها ممكن برضه تكون بتعمل كل حاجه لمصلحتها، بما انها هي هتبقى قديسه فالموضوع مش بعيد. فبيقول له هنري انت تقصد انها لعبه في افكاري؟ واكيد مستحيل، وهو ايوه في سحر يقدر يلعب بافكار الناس، بس ده سحر بشكل مؤقت، لكن مفيش سحر موجود بيلعب بالافكار بشكل مستمر، ودي حاجه مش واقعيه. فبتقول إليسيا حتى انا ما اعرفش جميع انواع السحر، بس ممكن الاقي في كتاب تعويذ قديم. فبيقول لها هنري انت شايفه انه سحر فعلا، وانا قلت لك انها مش من نوعي المفضل، بس اي واحد هيشوف واحده جميله اكيد هيعجب بيها. فبيقول لها جيل شكلي كده قلت حاجه ما كانتش تنفع. وبتتكلم إليسيا مع نفسها وبتبقى مش قادره تصدق ان ليزا اصلا ممكن تكون شريره وبتلعب بالناس، علشان تصرفاتها الطبيعيه البريئه ماشيه زي ما اللعبه بتقول بالظبط. ومن الطبيعي ان الناس تحب واحده زيها كده، وهي متطابقه للبطله، بس انا مختلفه شويه عن شخصيتي في اللعبه، بس انا عايزه ابقى شريره وقويه. وهنري في اللعبه المفروض يبقى مع توامه وهو معانا طول الوقت، ودوكي المفروض يتصرف بطريقه حلوه مع البطله، بس حتى لوانا ظهر اسمها في العالم اللي في اللعبه مختلف كتير المره دي. وبيصرخ جيل وبيطلب من إليسيا تهرب، واتنين بيبقوا ماسكين جيل وبيضربوه على دماغه. وبتفوق إليسيا وبتلاقي نفسها حد رابطها وحابسينها في مكان غريب، وبيدخلوا عليهم شويه رجاله وساحبين جيل في ايديهم وبيجروه. وبتقول لهم إليسيا سيبوا جيل يمشي لو عايزين تعيشوا، وبتحاول تستخدم السحر بس ما بتعرفش، وبيكون في طوح حوالين رقبتها وهو اللي مانع تفاعل السحر. وبيشدها واحد من رقبتها وبيتريق على كلامها وبيضربها في وشها. وبيصرخ جيل وبيقول لها هربي من الناحيه الشماليه من المدرسه. فبيضربوا الراجل وبيقول له اخرس انت كمان. وبيقول واحد منهم مش هناخد فلوس من الناس الزباله دي، وايه رايك نقتلهم ونخلص. فبتقوم إليسيا بكل قوتها وبتضربهم، وبتقول له حوريك بقى الناس الزباله هيعملوا فيكم ايه. وبتقول لجيل لازم نهرب، فبيعرفها ان رجله اتكسرت. فبيقوم الراجل وبيقول لها انت مفكره نفسك هتقدري تهربي، وانت غلبانه قوي على فكره. وبتقول إليسيا وهو ايوه العالم ده لعبه، بس اللي بيحصل ده حقيقي، وبتجري عليهم وبتضربهم. وبتفك ايديها وبتفضل تضرب فيهم، وبيقرب منها واحد بسيف وبيبقى عايز يقتلها، بس هي بتمسك السيف من ايده وبتقسمه نصين، وبيفتح الباب وبيطلع يجري وبتجري وراه ولسه هتقتله، بس بتيجي ليزا وبتكتفها بالسحر علشان ما تقتلهوش. فبيزعق فيها جيل وبيقول لها ايه اللي بتعمليه يا ليزا ده عدو. فبيقرب الراجل من إليسيا وبيبقى رايح يموتها، بس إليزا بتوقف السحر وبيروح عليها دوك وبتدخل السكينه في دراعه بدل من إليسا، وبيقبض على الرجاله. وبتشكره إليسا وبتحكي له انهم كانوا هيقتلوها هي وجيل. وبيروح عليه هنري وبيطمنه انه هيتعالج. وبيجوا الطلاب وبيجروا على ليزا علشان بيبقوا خايفين عليها، بس بيروح دوك وبيقلع الجاكيت وبيلبسه ليزا. وبيشوف اخوها البرت وبيجري عليها لان جسمها بيبقى كله جروح، وبيعرفها ان خلاص الحراس قبضوا عليه. فبتقول له ليزا ان إليسا حاولت تقتل الراجل من غير ذنب. فبيقول لها جيل هو اللي كان عايز يقتلنا، وإليسيا كانت بتحميني. وبيقول لها البرت لو كنت اتفاهمتي معاهم ما كانش كل ده حصل. وبتقول له إليسيا يعني لو حد من عيلتك وواحد عايز يقتله مش هترفع سيفك وتحاول تحميه؟ فبيقول لها لا. فبتقول له انت نسيت كبرياك بما انك فارس. فبتروح عليها ليزا وبتقول لها انت ليه مش عايزه تفهمي العنف بيولد الكره. فبتقول لها إليسا انت بتقولي اي كلام انا كنت هموت. فبتقول لها ليزا بس هو انت لسه عايشه وما موتيش. وبتقول ليزا لو كنت استنيتي شويه كنت جيت وانقذتك زي ما جيت في الاخر اهو، حتى دوك هو كمان جه علشان ينقذك. فبيتعصب دوك وبيخلي المكان كله جليد، وبيزعق في ليزا وبيقول لها انا مش جاي انقذ إليسيا علشان خاطر عيونك، وبطلي بقى الغرور اللي انت عايشه فيه ده، ولو ما كنتيش قومتي إليسيا كان زمانه مات، وازاي الناس هتعتبرك قديسه. وبيوقفهم واحد وبيقول لهم اسكتوا بقى الاول نعالج إليسيا. فبتشكره إليسيا وبتلاقي ضرسها واقع من الضربه، وبتبقى عايزه إليزا تعالجها. فبيقول لها دوك مالكيش دعوه وانا عارف هتتعالج ازاي. فبتقول له إليزا انت فهمت كلامي غلط يا دوك، وانا ما اقصدش اني مش مهتمه بموتهم. فبتقول لها إليسيا انا فاهمه انت مش عايزه اي حد يموت، بس ما عندكيش مشكله انك تبصي في عين الشخص اللي بتتكلمي معاه، ولو انا اتحطيت في الموقف ده تاني فاكيد مش هتردد واقتله، وده هيبقى الحل الصح بدل ما اتقتل. وبيكلموا صحاب ليزا وبيقولوا لها بكره إليسيا هتفهم قصدك. فبيقول لهم دوك خلاص خلصوا رغي، وكل واحد يشوف رايح فين، وبيروح يشيل إليسيا وبيمشوا. وبتقول ليزا هو دوك بيحبها ولا ايه؟ فبيرد واحد وبيقول لها لا بيعتبرها اخته الصغيره. فبتقول له ليزا طيب طمنتني لان إليسيا عندها مشكله انها تكسب صحاب جداد، ولو دوك مهتم بيها برضه دي حاجه كويسه. فبتقول إليسيا لدوك سيبني امشي انا كويسه. فبيقول لها شايفه جيل هو كمان متشال. فبتقول له بس اصابتي مش زي جيل. فبيقرب راسه عليها وبيقول لها اعملي اللي انت عايزاه بس ما تعرضيش حياتك للخطر، لو كان جرالك حاجه كان زماني ميت. فبتقول إليسيا لنفسها ازاي دوك بيحبني والمفروض يرتبط بالاميره في الاخر بالبطله، بس الموضوع ملخبط ومش ماشي صح، وليه ضربات قلبي عاليه كده كمان، وانا مش فاهمه ايه
ايه اللي بيحصل لي، بس كل اللي حاسه باني مرتاحه. وبتفوق اليسيا وبتلاقي دوك نايم جنبها، وبتقوم اليسيا بسرعه وبتبقى مخضوضه ومش عارفه هي فين اصلا، بس بتبقى فرحانه انها شايفه دوك وهو نايم، وبتفكر انها ممكن كده تقدر تقرب من الامير وتفوز على البطله. بس كل اللي بتبقى عايزاه انها تبقى شريره، وبتفضل تتخانق مع افكارها وبتحاول تقوم علشان تاخد حاجاتها وتخرج من غير دوشه. بس بيقوم دوك وبيديلها سلسله وبيعرفها انها اتسرقت منها ولقاها في جيب العصابه اللي كانت خطفاها، وبيقرب منها يلبسها السلسله وبتزقه لما بيدخل عليهم جيل، وبيسالها جيل في ايه، فبتعرفه انها اتخضت لما لقيت نفسها في اوضه غريبه. وبيدخل عليهم هنري وبيقول له انا مش معترض على علاقتك باختي، بس لازم تاخد موافقتها. فبيقول له دوك انا اصلا ما جيتش جنبها. فبيقول له جيل طب ليه مش لابس حتى قميص؟ وبيتكلم جيل مع اليسيا وبيعرفها انه كان قلقان عليها قوي بسبب انها كانت نايمه كل ده. فبتقول له اليسيا طمني انت عليك، وانت كمان كنت تعبان اكتر مني. فبيعرفها ان هنري هو اللي عالجني. فبيقول هنري بس انا شايف انك كنت تعبانه اكتر من جيل، بس انا مبسوط انك فوتي قبل ما يحصل اي حاجه تانية. وبيبص لها هي ودوك وبيدي لها جيل درسها، وبتقول له اليسيا انا افتكرته ضاع. فبيقول لها جيل هو ينفع تصلحيه بالسحر؟ فبتقول له اليسيا ما تقلقش انا هتصرف. وبيقول لها جيل طب ينفع احتفظ بيه؟ فبتساله ليه؟ فبيقول لها لانه زمان سمع ان الاسنان بتشيل الذكريات، علشان كده انا مش عايز انسى اللي حصل، علشان انا تلميذك وكان المفروض اساعدك بس انا ما قدرتش خالص. فبتقول له اليسيا انا السبب لانهم كانوا عايزين يخلصوا عليا. فبيقول لها جيل بس انا عايزه ابقى قوي علشان احميكي. فبتقول له اليسيا خلاص خليه معاك. فبيقول هنري جيل في يوم من الايام هيكون راجل عظيم. فبتسالهم اليسيا على اللي خطط لخطفهم. فبيقول لها هنري واحد من الاكاديميه اسمه نيل من عيله اسمها جونسون، وهو ده مش زيت اطفال ولا ايه يا جدعان؟ وبتقول له اليسيا بس انا ما شفتهوش قبل كده. فبيعرفها انه واحد من اتباع ليزا المخلصين، وكان في حفله الشاي اللي كانت في الحديقه وما كانش عاجبه كلامك مع ليزا. فبتقول له اليسيا كويس انك عرفتني لاني مش هخليه يفلت من ايدي في المره اللي جايه، ودلوقتي ازاي هنتقم منه؟ فبيقول لها هنري اخر مره شفته كان بين ايد دوك وكان شبه ميت من الضرب اللي اخده. فبيقول لها دوك انهم عاجبوا عيله جونسون دي قبل كده، وبيقول لها هنري لانه ممنوع ياخد الطوق بتاع ختم السحر من المخزن، وده غير انه كمان دخل ناس غريبه علشان يتخلصوا منك ويعرضوا حياتك للخطر. فبتقول اليسيا نفسها فهمت يعني خلاص اتعاقب وكده مش هقدر اعمل حاجه فيه. وبيقول دوك انا شاكك ان ابويا هو كمان شارك في المؤامره دي. فبيقول له هنري ازاي الملك يعمل كده؟ وبيقول له جيل يعني تقصد ان الملك امر بكده؟ فبتقول له اليسيا لا ما اعتقدش ان ده حصل. وبيقول لها دوك لما رحت ورا النيل وضربته عرفت منه ان ابوه بعت مراقب لليزا، فالواضح انه كان عايز ليزا اللي تحل الموضوع علشان تتشهر اكتر كقديسه. وبيقول له جيل الدرجه القديسه مهمه عندكم؟ فبتقول له اليسيا القديسه اللي بتتكلم عنها الاساطير في الاخر هي اللي هتنقذ المملكه، وانا الحل المناسب علشان اعطلها. وبيتاسف دوك لاليسيا لان ابوه كل همه قديسه الاسطوره. وبيقول له جيل بما انك الامير يعني في الاخر هتتجوز ليزا مش كده؟ علشان اليسيا هي اللي قالت لي ان قديسه الاسطوره هتتجوز الامير في الاخر، يعني كده انت هترتبط بيها. فبتقول اليسيا لنفسها هو ده المفروض يحصل حتى لو في مشاعر بينا، ولازم في الاخر الامير يتجوز البطله، وده اللي انا بحاول اعمله. فبيقول له دوك الصراحه انا مش عايز اتكلم عن الموضوع ده، وانا اللي اخترت القدر بتاعي من بدري، والنهايه السعيده هي اللي بايدك تعملها مش كده؟ فبيقوم وبيعتذر جيل على سؤاله وانه اتجوز حدوده، بس كان عايز يعرف ازاي بتقرب من اليسيا والمفروض انك تتجوز من ليزا. فبيقوم دوك وبيطبطب على راسه وبيقول له ان كلنا هنا واحد وكلنا عايزين نحمي اليسيا وكلنا بنتشارك نفس المشاعر. فبيشكروا جيل على انقاذ اليسيا، وبتنزل اليسيا المكتبه لانها بتبقى عايزه قوتها تزيد علشان لو تعرضت لهجوم مره تانية، وبتبدا تقرا في كتاب التعويذ وبيجي عليها جيل بالشاي وبتعرفوا انها مش قادره تعدي مستوى ال80. فبيقول لها جيل طالما وصلت للمستوى ده في سنك فدي حاجه كويسه قوي. فبتقول له بس بما اني عايزه ابقى شريره ما ينفعش اقف لحد كده. فبيقول لها جيل شريره ايه؟ ليه ما تعمليش اسم لنفسك بصفتك مرات الامير؟ وده اللي هو عايزه هو كمان. فبتقول له بس التاريخ ما ذكرنيش بصفتي مرات حد، وانا عايزه التاريخ يذكرني لوحدي كده مش علشان اتجوزت حد، وعلشان كده لازم اجتهد علشان ابقى الشريره اللي بتعطل القديسه، وهي دي الطريقه الوحيده. فبيقول لها جيل انا والله صعبان عليا الامير ده. وبتيجي خدامه بتقطع كلامهم وبتعرفها ان ابوها عايزها، وبتروح لابوها وبيعرفها انها من النهارده مش هتبقى مراقبه ليز. فبتقول له اليسيا ازاي؟ امال انا بعمل ايه هنا في الاكاديميه؟ ووجودي هنا هو مراقبتها. فبيقول لها عادي ممكن ترجعي تاني لما تكملي 15 سنه. فبتعرفوا انها قبلت بكده علشان هي كانت عايزه تبقى شريره. وبيقول لها انا وافقت بس ما كنتش اعرف ان في خطر على حياتك، وانا فكرت غلط لما قلت انك اكتر طالبه مكروهه، وده كده هيدخلك في مشاكل مع طلاب، وانت ذكيه بس لسه عندك 13 سنه. وبتبقى عارفه اليسيا ان ابوها خايف عليها، بس بتعرفوا انها مش هتستسلم وبتطلب منه يديها فرصه تانيه. فبيعرفها انه مش عايز يعرضها للخطر مره تانيه، وبتوعده انها مش هتتصرف بالطريقه دي تاني، بس سحرها هو اللي مخلي مستواها عالي في المدرسه. فبيقول لها
لها ابوها بس ليزا مستواها اعلى من 80 وانت كمان مستواكي اعلى بس مش هتقدري تنافسيها، فبتوعده اليسيا انها هتتدرب اكتر، فبيوافق بس بيحط لها شويه شروط، ولو وصلت للمستوى ال90 هتفضل تراقبها. فبتقول له بس انت قلت لي مستحيل اوصل وانا في سني ده، بس بتعرفه انها مش هتستسلم وهتحاول توصل، وبتقول له يا ريت تبقى دي اخر مره تحط لي فيها شروط، وبتسيبه وبتمشي وبتروح للبيت وبتتحدى نفسها علشان توصل للمستوى ال90 مهما حصل ايه. وبيمر شهر على ليسيا وهي لوحدها في البيت اللي عامله حوالين منه عازل، وبنشوف جيل واقف قدام البيت وبيلاقي الخدامه داخله بالفطار لإليسيا وبتطلع ازازه وبترشها على عربيه الاكل، وبيدخل لها وبتعرفه ان ما ينفعش حد يقرب اكتر من كده من العازل. وبيدخل جيل جوه عند الطباخين وبيفطر، وبيكلموا واحد من الشغالين وبيقول له انت ليه اكلك ضعيف كده، فبيعرفوا جيل انه عايز يروح للمكتبه في اسرع وقت، فبيحط له العامل اكل كتير في الطبق بتاعه. فبيقول جيل لنفسه وهو بياكل ما كانش عندي في القريه الاكل ده ولا حتى البطاطس الحلوه دي. وبيروح بعد كده المكتبه وبيقرا، وبيدخل ابو إليسيا عليه وهو بيقرا وبيقرب منه وبيديله جرعه فل السحريه علشان يقدر منها يرجع تاني لقريته. فبيساله جيل اللي انت اديتني دي وكان من السهل انك ترميني برا اسرك، فبيضحك ابو إليسيا وبيقول له لا وانت فهمتني غلط، انا كنت بديها لإليسيا في الاول بس دلوقتي بديها لك علشان لو حبيت تستخدمها. فبيقول جيل انا مفكرك بتطردني بس ليه بتعمل كده معايا. فبيقول له ابو إليسيا انا بشكرك لانك بتحب إليسيا وبتخاف عليها، وانا نفسي اسعد إليسيا بس مش قادر، وده غير اني على طول مش باخد صفها من وهي صغيره، وكل الاطفال بيلعبوا حواليها، هي كانت بتدرس وكانت حياتها واقفه على الدراسه وانت الشخص الوحيد اللي اتعلقت بيها، فانا بتمنى ان صداقتكم تفضل على طول. فبيقول له جيل كلامك زي كلام اب عادي، فبيضحك وبيقول له من ابوها. فبيقول له جيل قصدي ان انا كنت مفكرك اب قاسي علشان بس حبستها في كوخ. فبيقول له ابو إليسيا نفس كلام مراتي، وبيفتكر كلام مراته وهي بتزعله علشان بيبقى حابسها ومش عايزه تخرج غير لما تعدي مستوى ال90. فبيقول له جيل يعني إليسيا هي اللي دخلت بنفسها جوه الكوخ، فبيفهموا ابو إليسيا انها هي اللي عملت كده، وده غير انها حطت شرط المستوى ال90 علشان انا طلبت منها تتخلى عن مراقبه القديسه، وده خلاها متحمسه اكتر، وكل اللي انا كنت عايزه منها انها ما تلعبش دور المراقبه، ولو فشلت بس كنت هخليها ترجع للاكاديميه في الوقت المناسب. فبيقول له جيل إليسيا لما بتحط حاجه في دماغها بتعملها حتى لو كانت مستحيله وانت مش قادر تثق فيها اكتر من كده، وهي إليسيا قويه. فبيقول لابوها انا بس مش عايزها تتورط مع ليزا لانها كده هتبقى في خطر بسبب مؤيدين ليزا، وانا حتى ما بقتش عايزه ينجح من دلوقتي. وبعد الحادثه دي الملك جالي لحد عندي واعتذر بنفسه ووافق انه يعفي عنها كمراقبه، بس في الحقيقه هو عايزها تستمر في المراقبه. فبيقول له جيل علشان ليزا هي القديسه وانتوا فعلا مصدقين انها هي اللي هتنقذ المملكه. فبيقول لابوها هو ايوه انقاذ المملكه مهم برضه، وهي برضه تستاهل تستغل لان مواهب ليزا السحريه مختلفه، وده غير انها كمان مفيده بعد تخرجها هتبقى القديسه وهتشتغل لصالح المملكه. ونفس الموضوع برضه لإليسيا، وهي كمان عندها مواهب سحريه مختلفه وهتستفيد منها المملكه لو كانت صغيره وضعيفه، وكنت هحميها بصفتي ابوها، لكن بصفتي رئيس العائلات النبيله الخمسه فانا احد الاشخاص اللي هيستغلوها، وده بقى قصدي لما قلت لك ان ما اقدرش اقف بصفها دايما. فبيقول له جيل إليسيا لسه طفله والناس اللي حواليها بيستغلوها بكل بساطه، وخصوصا هي شايفاكم ضعفاء، وهي قالت لي مره ان التفوق السحري بالمملكه مش مهم، وكلهم بيتكلموا عن استغلال طفله علشان خاطر المملكه، بس اللي بيقدروا السحر مش هيعملوا كده، وإليسيا ناويه انها تدربني علشان ابقى شخص مفيد وهبقى جنبيها على طول مهما حصل. فبيقول له ابو إليسيا انا فهمت اللي بتثق فيك بالشكل ده. وبنشوف الجد ويلي وريبيكا وهما بيحصدوا الزرع اللي زرعوه وبيبقوا فرحانين بالنتيجه، وبتبقى نفسها إليسيا تكون هنا علشان تشوف الانجاز اللي عملوه. وبيتكلم الجد ويلي عن إليسيا انها قدرت تعرف نوع الزرع اللي اتزرع ده، وغير انها درست كل ده لوحدها. فبتصرخ ريبيكا لان بيجي واحد حرامي وبيسرق الاكل اللي حصدوه، فبيقول لها الحرامي انتوا غلطانين علشان واقفين تتمنظروا بالاكل بالشكل ده، وبيقول لهم امسكوني لو قادرين، وبيخبط في نت وبياخد منه الاكل وبيرجعه ريبيكا. فبتشكره على اللي عمله، فبيقول لها ما تجريش ورا حد تاني برجلك دي. فبتقول له ريبيكا كانت ردة فعل تلقائيه. فبيقول لها نت انتوا هتبقوا مستهدفين للسرقه بسبب الارض المزروعه دي. فبتقول له ريبيكا اكيد بس احنا دلوقتي عيله كبيره، بس في شويه من الناس اللي ما انضموش لينا، واكيد انت لو انضمت لنا هتقدر تساعدنا، ده غير ان اصحابك اللي بتمشي معاهم اقوياء. فبيقول لها نت انت بقى مصدقه ان في واحده هتقدر تحرر القريه في يوم من الايام، وهي بس عايزه تحس انها تقدر تساعد الناس وتقف جنبهم، بس هتبقى نزوه مش اكتر، وهي بقالها فتره كبيره ما جاتش هنا، واكيد هي زهقت، وانا شايف انك مصدقه انت والجد ويلي وماشيين ورا كلامها، وانتوا للدرجه اغبياء وانا مش قادر اشوفكم وانتوا كده. فتقول له ريبيكا ان إليسيا مش كده خالص، حتى لو هي كده مش مهم، كفايه انها علمتنا طريقه زراعه المحاصيل، وكفايه ان احنا بقينا نعمل اكلنا بايدينا، واحنا دلوقتي نقدر نعيش حياه احسن من اللي فاتت، وده لوحده قيمه كبيره. بس في النهايه مش عايزين شعله الامل اللي نورتها لنا إليسيا تتطفى من تاني، واحنا هنا
عايشين على الامل ده. وبنشوف دوك وابوه الملك وبيسالوا ادخل في القريه لوانا ولا لا، وبيسالوا عادي مش عتاب، وبيوريه اقتراح اليسيا المكتوب وبيقول له ان مقال ليزا تسبب في تعاطف مع قريه لوانا، بس دي مش مساله ممكن نحلها بحجج عاطفيه. وجمعت اليسيا شويه اقتراحات وخطط بطريقه وافكار ليزا. فبيسال دوك انت فعلا مهتم بمهمه اصلاح لوانا رسميا، لان القريه دي كانت مكان لحبس المذنبين وعزلهم باستخدام السحر. وليزا بتقول انها مساله انسانيه، وقالت اليسيا ان كده هيبقى في ضياع ارض وطاقه سحريه في اللاشيء، والمفروض ان احنا نحل الموضوع ده ونتعامل، بس حاليا عندنا شويه مشاكل ومنتظرين تصرف الحكومه، وبكده الموضوع فضل يتاجل جيل بعد جيل. بس انت امير ذكي اكتر مني وانت شايف ممكن اعمل ايه. فبيقول له دوك المفروض انك تاخد استراحه، ولو على لوانا فهي هتتحل، بس احنا حاليا مشغولين بشويه قضايا وفي شويه مشاكل كده عايزين نحلها. علشان ناخد قرار مهم زي ده هياخد مننا وقت كبير، وكل اللي عليك انك تثق بالحكم المحلي اكتر من كده. فبيقول له الملك انا كمان شايف كده، بس انت كلامك كله صح. وبيقول له دوك وانت شايف انك مشغول دلوقتي علشان تصلح لوانا، وانا مستعد اتولى امرها لو سمحت ليا طبعا. فبيعرفه الملك انه بيعتمد عليه، بس بيسال على اليسيا ازاي بموهبتها دي انها قادره تختفي من مركز الابحاث دلوقتي. وبيشوف حاجه سودا في الجو، فبيقول له هنري انا شايف انها بتحاول تتدرب بكل قوتها، وانا شايف ان موهبتها في السحر عاليه، ليه منعزله وبتحاول تتدرب اكتر. فبيقول له جيل ان اليسيا قالت له مره ان تطور مستواها السحري بيبدا بالقوه الجسديه واهمهم العضلات، وبتبقى عايزه تقرب من مستوى ليزا باي طريقه علشان تتصرف بشكل احسن منها، وانها بتعمل كده علشان تكسب ثقه اكتر لمواجهه مع ليزا. فبيقول له هنري للدرجه دي عايزه تتفوق على ليزا، واحنا بنتكلم عن بنت عبقريه بتقدر تعمل تعاويذ مميزه، علشان تنافس حد زيها امر مش سهل ابدا، بس في ناس مفيش حاجه بتحكمهم وهم اللي بيقدروا يغيروا الوضع. وانا كنت مفكر انها في الاول بتضيع وقتها في كتابه الاقتراحات بخصوص لوانا، بس شكلي كده كنت غلطان. وبيمشي هنري وبينادي عليه دوك، فبيساله هنري اليسيا ليه ما ظهرتش، وبيسمع دوك الطلاب وهم بيتكلموا عن اليسيا. فبياخد دوك هنري على جنبه وبيقول له محدش يعرف حاجه عن اليسيا، بس بيفضلوا يتكلموا عليها، ولو فضلوا بالشكل ده كده هيطردوا من الاكاديميه. فبيجي عليهم واحد وبيدخل في الكلام وبيقول لهم بس هي ما قالتش حاجه لكل ده، والمفروض حياتنا في المدرسه تكون صحيه وكلها بهجه، مش كده ولا ايه؟ فبيقول له هنري انا برضو ما اعرفش ازاي بيتكلموا وبيقولوا اشاعه بخصوص اليسيا، وهي كده الاشاعات حتى لو حاولت تغير سوء التفاهم محدش هيصدق، علشان هم شايفيني شخص ظريف بياخد باله من اخته صغيره. فبيقول له زميله هو ده بقى سوء الفهم اللي مبني على الاختلاف، وده غير ان الاشاعات بتقول ان اليسيا بنت مش محترمه، وبيعتذر على اللي قاله. فبيقول له دوك لو اعرف ان ده كان هيحصل كنت عملت حاجه زعلت ناس كتير. وبتقطع كلامه ليزا وبتقول له مالك يا دوك باين عليك الحزن من تاني، وفي الوقت ده اللي انا شايفاه انك محتاج لكوبايه شاي وشويه حلويات علشان تغير من مودك. فبيقول له اصحاب ليزا انها بتعمل كيكه حلوه قوي ولو جربتها هتنسى اي حزن. وبيسمع واحده بتقول طالما ليزا وصلت يبقى دوك هينسى اصلا البنت الرخمه اللي اسمها اليسيا دي. وبتكمل ليزا كلامها وبتقول له انا عملت لك الكيكه مخصوص علشان ترجع تضحك من تاني. فبيقول لها دوك انا مش فايق ان اكل كيكه ولا حاجه، وبيسيبها وبيمشي وبيبص دوك عليها من بعيد. وبيلاقي كل زمايله حواليها بيتكلموا فين دوك على الاشاعات اللي بتتقال حوالين اليسيا. فبيقول له فين يا عم نفس البنات اللي بتتكلم على اليسيا، وبيكرهوا برضه ليزا وبيتنمروا عليها على طول، بس بقالهم فتره قريبين من ليزا. وانت متخيل ان ممكن الناس مشاعرها تتغير بالسهوله دي؟ فبيقف دوك قدام النافوره وبيتكلم مع حد وبيقول له انا شاكك ان ليزا عامله سحر علشان تخلي كل الناس تحبها. والصوت بيرد عليه وبيقول له الموضوع مثير للاهتمام. فبيعرفها دوك ان ابوه كمان منحه السلطه المطلقه بخصوص لوانا، وبيبقى عايزها تجيب له شويه معلومات مفصله. فبتقول له انت عارف مين هيبقى متحمس بالموضوع ده؟ فبيقول لها عارف بس انا مش ناوي افرض حاجه دلوقتي. فبتقول له انا متاكده ان ده كان هيكون اسرع لو كانت موجوده هنا، وعايزني كمان اجيب لك اخبار اليسيا. فبيقول لها دوك لا وانا مش عايز حد غيري يعرف اخبارها. فبتضحك وبتقول له انت كمان بتغير مني، وبتعرفه انها هتمشي علشان تشوف شغلها. وبعد سنتين بنشوف جيل مع هنري في المكتبه وبيبقى ماسك حلويات، وبيقول جيل اليسيا كانت بتقول انها بتاكل مكرون علشان تغذي الذاكره بتاعتها. فبيقول له هنري علشان المكرون دي الحلويات المفضله لينا. فبيقول له جيل عدى كده سنتين على تدريب اليسيا وبقى اقل من سنه على تخرج ليزا، وانا كنت مفكر ان اليسيا هتحقق شرط ابوها بسرعه عن كده. فبيقول له هنري هي عايزه توصل للمستوى 90 وده مش هيبقى سهل عليها. ولما وصلت لل15 اتكلم معاها ايويا علشان ترجع الاكاديميه، بس هي رفضت وقالت انها خلاص قربت من الجزء الممتع. ويا ترى ايه هو الجزء الممتع؟ فبيقول له جيل انا عارف انها مش هتستسلم وانا كمان مش عايزه استسلم. وبتيجي عليه خدامه وبتعرفهم انها سمعت اليسيا وانها خلصت تدريبها، وبيجري عليها جيل وبيلاقي الحاجز اختفى وبيلاقي شكلها اتغير. ولما بتشوفه بتقول له انت طولت شويه، وايه ده انا ما عرفتكش تصدق؟ واليسيا بتسال جيل مالك واقف ساكت كده ليه؟ فجيل بيقول لها بصراحه علشان بقالنا كتير ما شفناش بعض وحاسس اني مش عارف المفروض اقول لك ايه.
ايه؟ وجيل بترد عليه عادي، ما انا كمان حاسه بكده وجاي على بالي اروح له وانا قوي، فيلا بينا نروح سوا. وهما في السكه جيل بيسالها هو انت متاكده انك مش عايزه تروحي بيتك الاول؟ وكلهم نفسهم يشوفوكي ويطمنوا عليكي هناك. فاليسيا بتقول له ما ينفعش، انا لازم اروح القريه بسرعه. فجيل بيرد عليها دلوقتي بقى ينفع اي حد يزورها بالنهار عادي، بس اللي نفسي اعرفه بجد انت مستعجله قوي كده ليه؟ وعلى ايه ما كنت روحتي البيت الاول وبعدين طلعتي على القريه وهي مش حاطيري يعني ولا ايه؟ فاليسيا بتقول له انا اخيرا بعد كل ده اتعلمت الحاجات اللي محتاجاها، ويلا بينا ندخل القريه بقى، انا بقالي سنتين ما عدتش حتى من قدامها. وبعد ما بيدخلوا اليسيا بتساله ايه ده وهي دي الوانا بجد؟ فجيل بيقول لها بقت حلوه قوي، اكيد اتفاجئتي مش كده؟ واهل القريه كلهم فضلوا يشتغلوا فيها طول الفتره اللي فاتت دي، واولهم كمان ريبيكا. فاليسيا بترد عليه انا مش مصدقه بجد، ده كل حاجه اتغيرت عن اخر مره كنت فيها هنا. ونت لما بيشوفها بيسالها انت بقى اليسيا صح مش كده؟ فجيل بيقول لها ده بقى نت الحارس بتاع القريه. فاليسيا بتساله هو انت تعرفني؟ فنت بيقول لها ايوه، اصل ريبيكا حكيت لي عنك كتير وانت السبب في تطويل القريه دي صح مش كده؟ وانا بجد مش عارف اشكرك ازاي، علشان مش هشوف اي حد بيموت من الجوع السنه دي، بس بصراحه انا مش قادر اثق فيكي. فاليسيا بترد عليه وفيها ايه؟ وما ده الطبيعي، انت فاكر ان دي حاجه ممكن تزعلني؟ بالعكس، ولو كنت واثق فيا كده على طول كنت هقول اكيد فيك حاجه غلط. فنت بيقول لها انا مش فاهم دماغك فيها ايه، بقالك كتير قوي ما بتعبرناش ودلوقتي جايه ولا كاني في اي حاجه، وهو انت عايزه ايه بالظبط؟ وجايه تتسلي بينا علشان غلابه صح؟ فجيل بيقول له في ايه، ما انا قلت لك قبل كده، وهي ليه ما كانتش بتعرف تيجي تزوركوا طول الفتره دي؟ فاليسيا بتقول لنت انت عمال تزعق وتعلي في صوتك على الفاضي، فطلع لي سيفك ويلا بينا نشوف مين فينا الاقوى. فنت بيرد عليها انا ممكن ازعقلك، وايوه علي صوتي ماشي، انما مش بضرب بنات، وبعدين انت مش شايفه انت عامله ازاي اصلا؟ وانا لو نفخت في وشك هطيرك يا بيت. فاليسيا بتقول له لو واثق من مهاراتك او كده ممكن نشوف لنا طريقه تانية علشان ننافس بيها بعض. فنت بيتعصب وبيسالها هو انت بتقللي مني؟ وطيب انا هوريكي هعمل فيك ايه. وويل وريبيكا بيسمعوا صوت سيوف فبيروحوا يشوفوا في ايه، وريبيكا بتتفاجئ اول لما بتشوف اليسيا موقعه نت في الارض وحاطه السيف على رقبته. فاليسيا بتقول لها اصله قال لي انه مش قادر يثق فيا، فحبيت اعرفه مين فينا الاقوى، بس مش اكتر من كده الحوار. وواحد من اهل القريه بيقول اكيد غشت ولا سحرت، واستحاله نت يخسر بالسهوله دي. ونت بيرد عليه دي طلعت جامده قوي بجد، ما غشتش في حاجه، فياريت كل واحد يحط لسانه في بقه بدل ما يلاقي نفسه مرمي على الارض هنا جنبي. واليسيا بتقول له عارف انا كسبت ليه؟ علشان غنيه. فنت بيستغرب، فهي بتقول له انا بقدر اقضي اليوم كله في التدريب، وكل اللي بعوزه بلاقيه على طول، حتى عندي اخوات جامدين قوي وكنت ساعات بتعلم منهم، ولو كنت عشت نفس عشتي ما كانش زمانك مرمي على الارض دلوقتي. فنت بيسالها هو انت قصدك تضايقيني يعني ولا ايه؟ فاليسيا بتقول له بما انك شايفني يا دوب بنت غنيه عماله تعمل في حاجات خيريه علشان ترسم نفسها قدام الناس وخلاص، فليه ما استغلتنيش لمصلحتك؟ وعلى الاقل حسسني انك جامد وتقدر تعمل حاجه بسيطه زي دي، وريبيكا غاليه قوي عندك صح؟ فويل بيقول لإليسيا لسه متهوره زي ما انت ما اتغيرتيش. فاليسيا بتجري عليه تحضنه وبتقول له وحشتني قوي يا جدو عامل ايه؟ فويل بيرد عليها وانت كمان، وبقالي كتير قوي ما شفتكيش. فاليسيا بتقول له عارف انا وصلت لايه في الساحل الاسود؟ ومش هتصدق بقيت في المستوى ال 91. فاليسيا بتقول تعويذه وبتعمل حاجز بينها هي ويل وبين الباقي، وبيطلع نور كتير، وبعد ما بتخلص الحاجز بيتشال، وبتقول التعويذه دي بتنقل جزء من جسم لحد تاني. وويل اول لما بيفتح عينيه بيلاقي فيهم واحده بتشوف، فاليسيا بتبقى فرحانه له قوي، وهو بيتصدم لما بيلاقيها بقت بعين واحده. فويل بيسالها ليه؟ وانا ما طلبتش منك تعملي كده. فاليسيا بتقول له عارفه بس انا كان نفسي تشوف زينا. وويل لما بيشوف جيل بيتبسط، وبعدين بيقول لها انت طلعتي شريره جامده قوي بجد. وهم مروحين جيل بيقول لها كلهم هيقلقوا عليكي قوي لما يشوفوكي كده، وبالذات باباكي كمان. فاليسيا بتقول له عندك حق، ده ممكن يعيط بسببي. وباباها اول لما بيشوفها بيتخض وبيسالها انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ فاليسيا بتقول له اهدى، وكل الموضوع بس ان اديت عين لحد تاني. وباباها بيقول لها انا عمري ما تخيلت انك ممكن تدخلي عليا بعين واحده كده. فاليسيا بترد عليه انا ناويه اكمل حياتي عادي بالطريقه اللي على مزاجي، واستحاله افرط فيها ابدا. وباباها بيقول لها وانا مستحيل افرط فيكي واسيبك تعملي حاجات تقلني عليك، بس جدع انك وصلتي للمستوى ال90 في السنتين دول، وزي ما وعدت هوفي وتقدري تراقبي ليزا عادي زي ما انت عايزه. وجيل بيعمل لها حاجه تغطي بيها عينيها، فهي بتلبسها وبتروح الاكاديميه، وكل اللي في الاكاديميه بيتفاجئوا لما بيشوفوها. وليز بتسالها انت بقالك سنتين ما بتجيش بسبب اليوم اللي قيدتك فيه بالاحكام بتاعتي صح مش كده؟ فاليسيا بتقول لها انا ما بطلتش اجي علشان اتاذيت والكلام ده، وبعدين انا مش محتاجه اصعب على حد، انا تمام قوي زي الفل. فليز بترد عليها انت مش صعبانه عليا، انا ندمانه اني عملت كده، بس كنت متاكده انك هتقدري تكملي، ودايما من وانا صغيره اللي بحس بيه بيحصل، ونفسي انقذ الناس كلها، واكيد هنقذك انت كمان، مستحيل اسيبك. واليسيا
فاليسيا بتقول لها ممكن يكون اللي حسبتيه لقيتيه لحد دلوقتي، انما ما تحلميش ان كل حاجه هتفضل ماشيه على هواكي كده على طول. ولما شفتيني من سنتين وانا ماسكه السكينه على واحد من قطاع الطرق قيدتيني انا بس، مع اني متاكده انك كنت تقدري تقيدينا احنا الاتنين، فاكيد كان ورا الحركه دي كميه خباثه وغل رهيبه طالعين منك. فليس بترد عليها لا انت فهمتي غلط. فاليسيا بتقول لها انت بتقعدي تتكلمي بس، وقلت انك هتنقذي الناس كلها، ويا ترى عملتي خطه تنقذيهم بيها؟ واكيد لا، فيا ريت بقى تشيلي المسؤوليه شويه وتبداي تنفذي اللي بتقوليه. وبعد ما اليسيا بتمتحن هي وجيل، جون بيلاقي مستواه عالي فبيحطها في اعلى فصل عندهم، بس ما بيرضاش بجيل علشان مش غني. ودوك بيطلع لها فجاه وبيسالها انت حاطه البتاعه دي على عينك ليه؟ فاليسيا بتقول له بقى بذمتك دي طريقه تكلمني بيها بعد سنتين؟ فدوك بيقول لها انا عرفت انك عطيتي عينك لحد تاني، وايه اللي خلاكي تعملي كده فهميني. فاليسيا بترد عليه مالكش دعوه، دي حاجه تخصني انا. فدوك بيقول لها لا بجد، وانت عارفه انا حسيت بايه طول السنين اللي فاتت وانا بخلي بالي منك. فاليسيا بتكلم نفسها شكله متضايق لا زعلان، وانا لازم اقول اي حاجه. ودوك بيقول لها انا عارف ان من وانت صغيره بتلعبي دور الشريره علشان تسلي نفسك، ولو ده اللي انت عايزاه بجد واليسيا بتتعصب وبتقول له انا ما طلبتش منك تخلي بالك مني، وبتكلم نفسها لا ده غلط، ما كانش ينفع اقول له كده. وجيل بيسأل إليسيا ما بلاش تحضري النهارده، فإليسيا بتقول له لا انا مش هفوت حصصي، علشان كده هضيع كل التعب اللي انا تعبته وحبا ولا كأني عملت حاجه. وإليسيا بتدخل، فليز وكل اللي موجودين بيتفاجئوا اول لما بيشوفوها، والبرت بيسألها هو انت ايه اللي جابك هنا؟ فإليسيا بتقول له هو انا ما قلتلكش، ومش من هنا ورايح ده هيبقى فصلي زيكم بالظبط، واصل كل حصص المستويات التانيه سهله قوي لدرجه اني بزهق وانا بحضرها، انما متهيالي هنا هتبسط اكتر شويه. وبتكلم نفسها بصراحه انا كنت بكذب اصلا، وكنت بقعد اذاكر صبح وليل علشان ابقى معاهم في المستوى ده. وجيل بيقول لهم بصوا عماله تتباهى وتكلمنا من مناخيرها ازاي. فليس بتلاقيهم عمالين يتكلموا عليها، فبتقول لهم ما تسكتوا بقى. وهي ايوه ممكن يكون اسلوبها مش حلو، انما مش صح برضه اننا نتعامل معاها بالطريقه دي. ونورتينا انا مبسوط مع نفسه وما بيكلمش حد. وبعد ما الحصه ما بتخلص ليس بتسال اليسيا ايه رايك تيجي نتغدى مع بعض النهارده؟ فاليسيا بتقول لها لا مش عايزه اكل، وريحي نفسك بقى انا اصلا مش ناويه ابقى صاحبتك. فليس بتقول لها لحد دلوقتي كل اللي عوزته حصل، وكان نفسي نبقى اصحاب، فحسيت اننا ممكن نبقى كده بجد، وفكرت ان الحوار خلص بعد الكلام اللي قلتيه، فاخدت بالي ان ما ينفعش افكر ان كل الناس هيحبوني كده منهم لنفسهم، فقررت ابدا صفحه جديده من دلوقتي واتكلم معاكي في كذا حاجه علشان نبقى اصحاب. فاليسيا بتسالها هو لازم الحوار يرجع لموضوع صحوبتنا ده على طول ولا ايه؟ وهي مش المفروض بتكرهني؟ وده اللي كنت متوقعاه من بطله، لو حبت طوب الارض هي هتبقى اخر واحده احبها فيهم. ودايما الناس اللي زيها هم اللي بيحبوا ويتحبوا على طول، واكتر حد يليق على دوك يبقى. فليس بتلاقيها سرحانه كتير، فبتسالها مالك هو انت فيكي حاجه ولا ايه؟ فاليسيا بتقول لها انا مش فايقه دلوقتي فمش هينفع نتغدى سوا النهارده. واليسيا وجيل بيروحوا يقعدوا مع بعض، وهي بتكلم نفسها ازاي بس اقارن نفسي بالبطله، وده جنان، وبعدين انا الشريره هنا. وبتسال جيل هو انا ليه كل ما اقف قدام دوك ما اعرفش اتعامل معاكي شريره بجد؟ وجيل بيقول لها ممكن لو بعدتوا عن بعض شويه كل حاجه تتحل، وتعرفي يا غلاوه دوك عندك عامله ازاي. فاليسيا بترد عليه انسى انا ما اقدرش اعمل كده، وحبان اكني جبانه وبهرب منه، وده مش من عوايد الشريره. بذمتك عمرك شفت بنت شرانيه بتعمل كده؟ وليز والباقي بياكلوا سوا ودوك بيبقى قاعد بعيد عنهم، ما تتكلم تبقى غلطان. فعلشان كده هقولها لك وش لوش دلوقتي، انا مش هراقب اي حد تاني من بعيد، وهحميه قدام الناس كلها. وبتكلم نفسها انا مش بطله انا شريره، فهرد عليه رد يليق على شريره زيي. فدوك بيضحك وبيقول لها خلاص وانا مش هتحكم في نفسي بعد كده، فتبقي خلي بالك بقى. وليز بتزعل وكل اللي حواليها بيتفاجئوا، فهي بتعمل سحر يخليهم يضحكوا اكنهم مبسوطين. وبتقول لدوك احنا مش عارفين نقرر حاجه في حوار المهرجان الموسيقي من غيرك، فخلينا نقعد نتكلم فيه مع بعض. فدوك بيقول لإليسيا معلش بس انا لازم امشي دلوقتي، ودوك بيمشي لوحده. فليس بتزعل وبعد كده بتقول لإليسيا سلام بقى دلوقتي وبقى اشوفك بعدين. فإليسيا بتتبسط قوي وبتكلم نفسها اخيرا بقت شايفاني المنافسه بتاعتها، بس لسه انا هدفي الوحيد هو اني ابقى احسن شريره في العالم كله. فنفسي تشوفني منافستها بالقدرات كمان ويتكتب اسمي في التاريخ. وماريكا بتتحايل على إليسيا علشان تروح معاها، فإليسيا بتقول لها لو ما قلتليش عايزاني في ايه مش هاجي، وفاكراني هبله همشي ورا اي حد ما اعرفوش كده وخلاص. وكتب ماريكا بتقع، فإليسيا بترفعها لها بالسحر وبعدين بتمشي. فماريكا بتكلم نفسها قشطه كده حلوه قوي. وميل بتشوفها وبعدين جين بتاخد ماريكا وبتقول راحت فشت غلها فيها. وإليسيا بتقول لها انا ما عملتش كده، واصلا ما اتعاملتش مع البت دي غير مره واحده بس، وما قالتليش على اسمها كمان. وماريكا
ماريكا بتسمعهم كلامها لما مرضتش تروح معاها علشان تساعدها، وهي كانت بتتحايل عليها، واليسيا بتكلم نفسها لا الكلام ما كانش كده، ودي عدلته بسحر الارض وكل اللي موجودين بيقعدوا يهزقوا اليسيا، فهي بتكلم نفسها حلوه قوي كده، كله بقى شايفني شريره. وكارول بتقول لهم اسكتوا بقى، هو انتوا بتعوموا على عوم اي حد وخلاص. وبعدين اليسيا قالت انها ما عملتش كده، طنشتوها ليه وسمعتوا من طرف واحد واكنكم قاصدين تطلعوها وحشه وبس. واليسيا بتسال نفسها يا ترى ايه اللي خلاها تدافع عني دلوقتي. وجين بتتعصب وبتقول لها قصدك يعني ان ماريكا بتتبلى عليها، وطيب لو عندها حاجه تثبت ده خليها توريها لنا. وميل بتقول لها انا عندي اللي يثبت، وبتسمعهم الكلام الحقيقي اللي اليسيا قالته. وماريكا بتقول لهم انا ماليش دعوه، جين هي اللي قالت لي اعمل كده علشان تخليكم كلكم تكرهوها. فإيريك بيقول لهم اليسيا مش كويسه، بس ده مش معناه اننا نحكم عليها في اللي عملته واللي ما عملتوش. وجين بتقول لهم كلكم قلتوا انكم مش طايقينها، وهي بتضايق ليز على طول، فانا عملت كده علشان اعاقبها. وليز بتتاسف لإليسيا، فهي بتقول لها انت ما قلتلهاش تعمل كده، فمفيش داعي تتاسفي على الفاضي. وليز بترد عليها جين قالت انها عملت كده علشاني، فلازم اتاسف لك على ده. فميل بتقول لإليسيا خلاص الحوار خلص وتعالي بقى خلينا نمشي. وبعد ما بيمشوا إليسيا بتسالها هو انت مين وعملتي كده ليه. فميل بتقول لها انا بحبك جدا من اكبر معجباتك، وبيني وبينك بكره البت ليز دي قوي، وعلى طول بتتدخل في حياه كل الناس، وفي كتير ما بيبقاش عاجبه الحال ده بس بيفضل ماشي وراها. والغريب ان مفيش دليل بيقول انها بتستخدم تعويذه علشان تخلي كل الناس في صفها، وفي شويه ما بيمشوش وراها، فاكيد هي ما بتعرفش تتحكم في كل الناس. ودوك بيقول لها معلش لو ميل ضايقتك في حاجه، ونسيت اعرفك دي الجاسوسه بتاعتي وبتفهم في سحر الارض وبتعرف تخفي نفسها كويس قوي، وبصراحه انا كنت مخليها تراقبك ومرضتش اقولك قبل كده علشان تتعاملي براحتك وما تقعديش تحسبي كل حاجه قبل ما تعمليها بسببي، بس بعد اللي قلتيه قررت احميك انا كمان. فجيل بيسالها هو انت مبسوطه علشان بتحبيه صح؟ فإليسيا بتتكسف وبتقول لهم معلش انا لازم امشي دلوقتي، وافتكرت حاجه مهمه قوي. وإليسيا وجيل بيروحوا القريه، فجيل بيسالهم اللمه دي كلها، ونت بيقول جد ويل هو اللي جمعنا هنا. وريبيكا بتقول لها من ساعه ما عطيتي له عينيكي وويل بيقول لهم جه الوقت اللي هكلمكم فيه عن مستقبل لوانا وكمان الماضي بتاعها، وانا ويل سايكر اخو الملك الكبير اللي ماسك دلوقتي لوك سايكر.